مين فينا ما بيحلمش يبقى الرقم واحد في عالم مليء بالسباقات والتصنيفات، من تصنيفات المدرسة للمتابعين لحد حتى المطاعم اللي كل همها المراجعات والنجوم. كل حاجة معتمدة على التصنيفات، بس اللي ما تعرفوش ان مش كل اللي بتشوفه حقيقي. العالم ده مليان بالاكاذيب وعلى متن جزيرة الأكاديمية، المكان اللي كل حاجة فيه معتمد على الألعاب. بيوصل طالب جديد على مراسم التقديم وبيدعى شينوهارا هيروتو، وبمجرد وصوله بيصدم الطلاب وبيقول لهم بكل غرور ايه يا شوية فشلة، أنا هو النجم السابع الجديد. في السنتين الجايين واحد بس هو اللي هيحتل القمة ويحكمكم، وطبعا الشخص ده هيكون أنا، سواء كنت أمير أو حتى ملك. فتعالى واجهني، هبقى جاهز في أي وقت، بس مش هتشوف مني غير الهزيمة والإهانة. مهما حاولت انتوا الفشلة في التصنيف الأعلى في الأكاديمية هيكون من نصيبي أنا. بيخلص كلامه وكل اللي على الجزيره بيبقوا سمعوه، بس احب اقول لك ان كل ده كان كذب. والله يا صديقي، فيا ترى إيه حكايه المدرسه دي وايه اللي وصل الموضوع لكده؟ تعالوا نرجع كام ساعه لورا. وده صديقي تبقى جزيرة الأكاديمية، جزيرة في نص البحر ومجهزة بأحدث التقنيات والتكنولوجيا لمساعدة الطلبة، وكل ده بتوفره شركة واحدة بس وهي شركة سايونجي الرائدة. التصنيف الأساسي هنا بيعتمد على النجوم، فعلى عكس أي مدرسة تانية فهنا النشاط الأساسي هو الألعاب. الطلاب بيتحدوا بعض في مختلف الألعاب بهدف إنهم يجمعوا النجوم اللي في المكان ده بتحدد حياتك ومكانتك، من أول النجمة الواحدة لحد الشخص اللي هيقدر يجمع ال7 نجوم ويحصل على لقب النجم السابع، أقوى لاعب في جزيرة الأكاديمية. وبنشوف بطلنا شينوهارا، طالب عادي بيبقى لسه واصل على الجزيره جديد ومش عارف المكان ولا فاهم حتى الخرايط، وفي خلال كده بتقع في طريقه بنت جميله بشعر احمر بيسالها عن مكان اكاديميه ايمي، والبنت بتقول له انها تبقى في الحي الرابع مش هنا. بتبقى مستغربه انه مش عارف الخرايط، وشينوهارا بيقول لها انه لسه واصل جديد. بتبدا تشرح له وبتقول له ان الجهاز اللي بياخدوه هو الاساس هنا، الخرايط كلها عليه، وكمان تقدر تعرف اسم الشخص وكل المعلومات اللي بتخصه، بس في حاله لو كان اقل منك في التصنيف. في كمان تطبيق تواصل اجتماعي، ولكن الاهم من كل ده هو تطبيق الالعاب، فهو ده اللي بتبعت وتستقبل كل طلبات اللعب عليه. يعني اهم حاجه بتاخده بعدها لبوابه الحي الرابع وتقول له يكمل هو من هنا علشان تلحق مراسم التقديم. ولكن وهي ماشيه فجاه نافوره المايه بتشتغل عشوائي وبتغرقها حرفيا، وواضح كده ان المكان ده كان فيه اصلاحات. ولكن نظريه المؤامره وقتها بتبدا تشتغل، وبتقول له بقى دي كانت خطتك من البدايه. من الاول وانا كنت شاكه فيك، ازاي طالب في جزيره الاكاديميه وما بتعرفش تستخدم الجهاز؟ واشمعنى اصلا الحي التالت اللي تايه فيه من البدايه وانت كنت عايز تجيبني هنا علشان تحرجني بالطريقه دي؟ بيحاول يبرر ويشرح، ولكن البنت ما بتتفهمش. بتقول له انا بتحداك في لعبه بالسرعه دي، ده انا لسه جاي. بس تمام، لو ده هيخليكي تسمعيني فانا موافق. بيفضل مملم، والبنت بتقول له لحد امتى هتفضل عامل نفسك عبيط؟ لازم اللاعب الاقل في التصنيف هو اللي يبعت طلب اللعبه. بيبعت الطلب فعلا، ولكن لانه مبتدئ بيبعت الطلب فاضي. البنت وقتها بتتعصب اكتر. فعلى جزيره الاكاديميه الطلب الفاضي معناه ان المتحدي يقدر يفوز في اي لعبه ايا كانت. بتقول له تمام، هدفعك تمن اهانتك ليا. بتختار هي اللعبه، والمكان من حواليهم بيبدا يتجهز. اللعبه هتبقى عباره عن منافسه في ردود الفعل. القواعد كالتالي: الشخص اللي هيعمل اي رد فعل الاول هو اللي هيخسر. اللعبه متقسمه لادوار، وكل دور مدته دقيقه. في دورك مسموح لك تعمل اي حاجه بحيث تجبر اللي قدامك يعمل رد فعل، سواء بانك تهاجمه او تغير شكل وشك او حتى انك تقول نكته وتضحكه. واللي هيعمل رد فعل وقتها الكاميرات هترصده ويخسر. بتقول له انجز يلا واختار قدراتك. شينوهارا ما بيبقاش عارف ايه القدرات دي اصلا، وبيقول لها مش مهم هبقى اتصرف انا، وده اللي بيعصبها اكتر. فده معناه انه مش محتاج لقدرات علشان يفوز. بتقول له بقسم لك اني هندمك، وحرفيا تصعيد غير مبرر. بتبدا اللعبه فعلا والدور بيبدا من عنده. لسه هيبدا الهجوم، ولكن البنت بتستعمل قدره اسمها التعديل العددي، وبتقلل دوره من دقيقه ل6 ثواني. يا نهار ابيض، ايه الغش ده؟ بتقول له محدش قال لك ما تستخدمش قدرات. بيخلص دوره بسرعه وبيجي دورها، وسريعا بتستخدم قدره تانية وتجسد سيف ضوئي. ده انا هعمل منك شاورما. بتبدا تهاجمه، وشينوهارا بيتفاداهم باعجوبه من غير ما يعمل اي رد فعل. في الوقت ده الطلاب بيبداوا يتجمعوا عليهم علشان يشاهدوا اللعبه. البنت بتقول كده خلاص كلها مساله وقت، بمجرد ما يتعب مش هيقدر يتحكم في ردود فعله او الضربات تصيبه، كده فوزي بقى مضمون. ولكن ولسوء الحظ النافوره بتشتغل من تاني وتغرقها تاني. يعني يا بنتي بتبص حواليها وتلاقي عدد كبير من الطلاب حواليها وبيشاهدوها، وفي موقف زي ده ما بتقدرش تستحمل الاحراج والكاميرات بتلتقطها. ايوه صديقي، الفائز في اللعبه دي هو شينوهارا هيروتو، ونتيجه لكده فملكيه النجوم بتنتقل لعنده. الطلاب بيبقوا مصدومين ومش مصدقين ان الامبراطوره بنفسها خسرت. في اللحظه ده بيجي له احد الخدم وبيقول له ان المديره عايزه تقابله. بيروح يقابلها، والمديره بتقول له انت عملت مصيبه، بقى لسه اول يوم وتعمل كل ده؟ بيقول لها مش فاهم فين المشكله، هو مش المفروض ان الالعاب برضه نشاط اساسي هنا؟ بتقول له صح، بس المره دي الموضوع مختلف، المشكله في الشخص اللي انت هزمته. البنت دي تبقى من اكاديميه اوكا، احرزت اعلى درجه في امتحان الدخول واحتلت اعلى مركز بصفتها النجم السابع الوحيد اللي على الجزيره. عمرها ما خسرت اي لعبه. بتلقب بالامبراطوره سايونجي سارسا. سايونجي صديق العيله اللي انشات جزيره الاكاديميه وبتشرف عليها، والرئيس الحالي للاكاديميه يبقى جدها. يا نهار ابيض،
شخص زيك محدش يعرفه جاب اقل درجه في امتحان الدخول في تاريخ الاكاديميه. حساله استحاله جدها يسكت، بيقول لها يعني ايه؟ يعني انا اتطردت؟ بتقول له يا ريت كان ينفع، للاسف فطردك مش هيحل المشكله، مفيش غير طريقه واحده بس علشان ننقذك، وهي انك تبقى النجم السابع. الواد بيتصدم، بتقول له سبب المشكله هنا ان سيونجي سارسا خسرت على ايد شخص عادي، ولكن لو اتقال انها خسرت قدام شخص في مستواه فوقتها الموضوع هيبقى مقبول. بيقول لها ثانيه واحده، نجم سابع مين وسيونجي مين؟ انا معايا نجمه واحده بالعافيه. بتقول له ابسط يا عم، انت محظوظ فعلا، بص كده على النجمه اللي معاك. بيبص ويلاقي النجمه اللي معاه لونها احمر، المفروض ان اللون الطبيعي هو الابيض. بتقول له النجمه اللي معاك دي مش نجمه عاديه، لا مفيش غير 10 نجوم ملونه بس على الجزيره تم اكتشافهم لحد دلوقتي، وكل واحده فيهم بتمتلك قدره خاصه، ومن ضمنها النجم الاحمر اللي معاك، وقدرته انه بيسمح لك تكذب كذبه واحده ايا كانت. ايوه احنا هنستخدم قدره النجم الاحمر علشان نزيف البيانات اللي بتقول انك نجمه واحده ونخليك نجم سابع. القصه هتبقى كالاتي: طالب عبقري بيكسر كل الارقام القياسيه في اختبار القبول ويصبح النجم السابع في اول يوم. قصه مش بطاله. الواد يعني ما بيبقاش مستوعب كل ده وبيقول لها انا مين وانتوا مين. بتقول له الخيار خيارك، لو مش موافق فاحسن لك تلم حاجتك وتغادر الجزيره النهارده. بس معقول هتستسلم بالسهوله دي؟ اكيد جيت على الجزيره علشان عندك هدف معين تحققه مش كده؟ الواد وقتها بيفتكر هدفه وبيقول لها تمام هعمل لك اللي انت عايزاه، انا هبقى النجم السابع الجديد. واللي حصل بعد كده احنا عارفينه، طلع على المنصه وولع الدنيا زي ما شفنا في اول الفيديو. المديره بتفضل تضحك عليه وتقول له بس فاجئتني، مين يتوقع ان كل ده كان يطلع منك انت؟ انا قراري كان صح. بيقول لك كفايه تريقه وقولي لي المفروض اسكن فين. بتقول له انا جهزت لك سكن مناسب، هبعت لك الموقع بعدين على الجهاز، متحمسه للي هيحصل في الايام الجايه. بياخد بعضه وبيروح على السكن، ولكن في طريقه سارسا بتوقفه. بتقول له انا شفت الخطاب بتاعك النهارده، قول لي انت ايه هدفك بالظبط؟ بالرغم من انك عرفت سري بس لحد دلوقتي لسه ما قلتوش لحد. انا عارفه اني انانيه بس انا عندي اسباب اللي تخليني اكمل في الكذبه دي. بيقول لها سر ايه؟ انا مش فاهم حاجه. بتقول له انت لسه هتستعبط؟ انت كده عرفت ان انا مش سيونجي سارسا الحقيقيه، اسمي الحقيقي هو كاباني رينا. بقالي اكتر من سنه منتحله شخصيتها وبكسب في الالعاب، وانا عارفه ان لو خسرت كل حاجه هتتكشف. يا حلاوه. بتقول له قدره النجم الاحمر بتسمح لك انك تكذب كذبه واحده، بس في مقابل ان الشخص اللي هيحصل عليه بعدين هيكتشف حقيقه الكذبه دي، وبما انه معاك دلوقتي فاكيد انت عرفت. شينوهارا بقى بيصدمها وبيقول لها لا انت فهمت غلط، قبل ما تقولي لي دلوقتي فانا ما كنتش اعرف اي حاجه، انا فعلا لسه واصل على الجزيره امبارح وما اعرفش اي حاجه، انا اصلا مش نجم سابع حقيقي. اه والله زي ما بقول لك كده، هي دي بقى الكذبه اللي انا بكذبها. انا اصلا تصنيفي الحقيقي هو نجمه واحده، النجمه الوحيده اللي خدتها منك. البنت اخيرا بتستوعب الموقف وبتدرك انها فضحت نفسها بنفسها. لا والاهم من كل ده، شينوهارا هو كمان بيستوعب انها مش سيونجي سارسا الحقيقيه، ان حتى لو هزمها فالرئيس ما كانش هيقول له حاجه، يعني اصلا ما كانش في اي سبب يخليه يبقى نجم سابع. عبس يا صديقي. بيروح بعدها على السكن بتاعه اللي بيبقى قصر رئاسه مش سكن، لا ده كمان بيبقوا مجهزين له خادمه محترفه علشان تساعده في الخطه. بتقدم له نفسها وبتقول له ان اسمها هيبقى هيمجي، طالبه في اكاديميه اوكا وتم تعييني هنا من قبل المديره، هكون مسؤوله عن انجاح الخطه وهساعدك باي شكل من الاشكال. بيقعدوا يتكلموا وشينوهارا بيسالها عن اللي هي بتعرف تعمله، بتحضر له وليمه اكل والمفروض ان ده اقل حاجه تقدر تعملها، بتبقى احلى حاجه اكلها في حياته، وشكل كده المديره ما بتهزرش. بيخلصوا اكل وبيجي وقت الجد، بتفصل الشبكه عن المكان علشان تتاكد ان مفيش حد بيتجسس عليهم والا هيروحوا في داهيه. بتبدا تشرح له وبتقول له ان جزيره الاكاديميه مكونه من 20 حي، وكل حي فيه اكاديميه واحده بمجموع 20 اكاديميه على الجزيره، بيتم تصنيفهم كل سنه حسب العلامات وتصنيفات الطلاب. فمثلا الطلاب اللي ب5 نجوم واكتر بيعتبروا طلاب متقدمين، وكل ما الاكاديميه بقى عندها طلاب متقدمين كل ما تصنيفها ارتفع. ويا سلام لو كان عندها تلميذ ب7 نجوم فوقتها هتضمن انها تبقى في القمه، علشان كده الكل على الجزيره بيستهدفوا ال7 نجوم. طبعا لو انت نجم سابع حقيقي فوقتها الدفاع عن لقبك هيكون سهل، ولكن في حالتك احب اقول لك ان الموضوع مستحيل. بيقول لها ليه بتقول كده؟ بتقول له السبب هو درجتك في امتحان القبول، اسوأ درجه في تاريخ الاكاديميه، ما اعرفش اصلا ازاي اتقبلت، بس ما علينا. المشكله الثانيه هي ان رتبتك الحقيقيه هي نجمه واحده، وبالتالي ما تقدرش تستخدم غير القدرات اللي في المستوى الاول. الموضوع عامل زي انك تقاتل الزعيم النهائي وانت لسه في ليفل 1. يا نهار ابيض، ده الموضوع طلع اسوأ مما كنت متخيل. بتقول له القي نظره على طلبات اللعب ويتفاجئ ان في 42 طلب متقدم له. طبيعي جدا بعد الكلام اللي قاله ده يبقى مكروه بامتياز. بتختار له واحد منهم وبتقول له خلينا نبدا بده. بيقول لها بالسرعه دي؟ بتقول له انت حاليا العيون كلها عليك وناس كتيره بتشكك في قدراتك، علشان كده لازم تتقدم بسرعه وتثبت لهم نفسك. شينوهارا بيقول لها بس انا لحد دلوقتي ما اعرفش انتوا ازاي هتساعدوني اكسب، هو مش المفروض برضو ان الالعاب كلها بتبقى 1 ضد 1؟ ازاي هفوز في الظروف دي؟ بتقول له هي دي محتاجه هنغش طبعا. بتديله سماعات وبيلاقي رئيسه الالكترونيات في الشركه على الخط، هي مش بتقول له اسمها هو كاجيا، بالرغم من شخصيتها لكنها عبقريه في مجال الاختراق البرمجي او الهاكينج. الخطه كالاتي: كاجيا هتخترق جهاز خصمك وهتستغل الثغرات في انها تكسبك، دورك هنا وانك تتصرف بشكل طبيعي علشان ما حدش يلاحظ ان في حاجه غلط. مش محتاج اقول لك ان لو اتقفشنا فالعقوبه هي الطرد
الرد الفوري. شكلنا كده داخلين على ايام سوداء، ولكن بيفتكر هدفه الاساسي وبيقول لا تمام، سواء بالغش او غيره فانا هعمل كل المطلوب علشان اكون الاقوى. وبالفعل صديقي في اليوم اللي بعده بياخد اول لعبه ليه وبيقدر يفوز بكل سهوله من غير ما حد يقفشه. بيروح ياخد نفسه وما بيبقاش مصدق ان الموضوع نجح. بيقول لهم انتوا عظمه، من هنا ورايح هعتمد عليكم بشكل كامل. بيروح بعدها الاكاديميه والفصل بيكون عملوا مسابقه علشان يحددوا مين اللي هياخد شينهارا يعرفه على المكان. واثناء ما هو بيتمشى بيجي له اتصال من هيمجي بتقول له ان جالهم طلب لعب مناسب. المتحديه تبقى روساكا هارو، طالبه في الصف الثالث، وساريان بياخد بعضه وبيتوجه على مكان التحدي الجديد. بتبقى عباره عن فعاليات ضخمه من تنظيم منظمه اعلاميه بتدعى لايبرا، المنظمه اللي بتنقل الاخبار في الجزيره وبتغطي التحديات والمباريات الكبيره، ومن ضمنها مباراه النهارده بتبقى جوه مدرج كبير وكمان متذاع على الفضائيات، يعني فرصه مناسبه علشان يثبت نفسه. المنظمه بتبدا تعد اللاعبين. المتحديه تبقى روساكا هارو، تصنيفها هو 3 نجوم وهوايتها ركوب الدراجات. وعلى الناحيه الثانيه الطالب المغرور العبقري اللي صدم الكل وبقى نجم سابع في اول يوم ليه. بتساله اذا كان متحمس وشينهارا بيقول لها اللي يخلينا اتحمس، فكده كده فوزي مضمون. بيستضيفوا سايونجي سارسا كضيف شرف علشان تشارك في التحليل. بيطلبوا من روساكا تحدد اللعبه اللي هيلعبوها وبتختار سباق ال 100 متر، ولكن المختلف فيه ان اي وسيله نقل مسموح بيها. بتقول له انا واثقه في سرعتي. بتختار الدراجه بتاعتها واللي بتبقى تنين مجنح مش دراجه. ديفيد الشرف سارسا بتقول لهم ان اللي هيحدد نتيجه السباق هيبقى سرعه المركبات، ولكن شينوهارا بيفاجئ الكل وبيقرر انه هيتمشاها. يا ابن المجنونه. بياخدوا وضعيه الاستعداد وروساكا بتقول له بما ان وقت اختيار القدرات خلاص عدى، فاحب اقول لك اني بستخدم قدره الغاء التدخل، يعني مهما استخدمت من قدرات مش هتعرف توقفني. شينوهارا بكل برود بيقول لها خلينا نخلص بسرعه، عندي تحديات تانية بعد ده. وبالفعل المذيع بتعد وبيبدا السباق. روساكا بتفعل قدراتها وبتنطلق باقصى سرعه، وشينوهارا يا دوب بياخد اول خطوه، ولكن في اللحظه دي الموتوسيكل بيعطل بيها والبنت بتطير في الهواء. وعلى اخر لحظه جهاز الامان بيشتغل وبينقذها. شينوهارا بيبدا يتمشى بكل هدوء وبيقول لهم يا جماعه انتوا فكرتوا فعلا ان نجم سابع زي مش هيكتشف خطتها؟ من البدايه وانا فوزي كان مضمون. وبنرجع لقبل التحدي بدقايق. هيمجي بتقول له قدره روساكا الاساسيه هي ازاله حد السرعه، الثانيه هي التسارع، والثالثه هي قدره دفاعيه اسمها الغاء التدخل، بتقدر تلغي اي تدخل خارجي، ودي محتاجين نوقفها علشان كاغايا تعرف تخترقها وتشغل الشغل. علشان كده احنا في المقابل هنستخدم قدره التعطيل الكامل في ال3 خانات، قدره مساعده بتغلق القدرات الدفاعيه ولكن بشكل مؤقت، علشان كده كتير من الناس ما يعرفوهاش، ومن ضمنها طبعا قدره الغاء التدخل. في مستواك الحالي قدره واحده مش كفايه، علشان كده هنستخدمها في ال3 خانات. وبالفعل بمجرد ما روساكا انطلقت القدره اشتغلت وكاغايا اخترقت النظام وعطلت الدراجه. شينوهارا بقى بيبدا يهبد عليهم وبيقول لهم القدره الاولى اللي استخدمتها كانت التعطيل الكامل من المستوى ال9، اما الثانيه كانت الايقاف الاجباري من المستوى ال10، فكانت جهاز الامان اللي اتفعل عليكي. ما كنتش عارف انام بالليل لو كان حصل لك حاجه. بيوصل لخط النهايه بكل روقان والجمهور كله بيهتف له، ما بيبقاش مصدق ان الموضوع نجح. الشركه عظمه. وهو خارج بيقابل سارسا وبتقول له يا خساره كان نفسي اشوفك متهان. بتسيب له كارت فيه عنوان معين وبتقول له يقابلها فيه. وبعد 5 دقايق بيوصل على المكان وسارسا بتقرر انها تحكي له على كل حاجه. بتقول له سانجي سارسا الحقيقيه اتخطفت قبل سنه من دلوقتي، ولكن الغريب ان اللي خطفها ما طلبش اي حاجه. في الاصل افراد عائله سانجي مش بيخرجوا ابدا قبل فتره المدرسه الثانويه، بيوفروا لهم المدرسين وبيختاروا لهم حتى الاصدقاء. انا كنت موهوبه وذكيه علشان كده اختاروني انا. الخطه كانت ان ننتهي شخصيتها علشان نشوف رد فعل المختطف. الموضوع كان سهل بما ان مفيش حد يعرف شكل سارسا الحقيقي، ولحد ما سارسا الحقيقيه ترجع فانا لازم احافظ على سمعتها مهما حصل. ما ينفعش اسمح ان سري يتكشف، وبالتالي فانت ما ينفعش تخسر. فبعيدا عن اني هتفضح، ولكن ما تنساش ان وقتها المديره مش هيبقى عندها اي سبب علشان تحميك. يعني من الاخر لو انت خسرت في سر هيتكشف وانت هتطرد من المدرسه. شينوهارا وقتها بيفتكر هدفه وبيقول لها انا ما ينفعش اتطرد دلوقتي. في الحقيقه انا كمان بدور على شخص معين، صديق الطفوله ليا وما شفتهاش من سنين، ومتاكد انها موجوده هنا على الجزيره دي، ولحد ما الاقيها فانا ما ينفعش اتطرد. الحل الوحيد ان اخلي الكذبه دي تبقى حقيقه. بالطريقه دي سري وسرك مش هيتكشفوا ابدا. وبما ان مصالحهم واحده بيقرروا انهم يعملوا تحالف سر مع بعض. وبالفعل في اليوم اللي بعده بيتقابلوا وبيمثلوا انهم بيكرهوا بعض قدام الطلاب، ولكن في الوقت ده بيظهر طالب غريب على السطح وبيفضل يضحك. بينزل من فوق وبيقول له اسمي هو كويساكي سيران، الشخص اللي هيدوقك طعم الهزيمه. الواد ده صديقي بقى واحد من المعجبين المتعصبين لسارسا، بيعتبرها قدوته وبيقدسها بشكل مبالغ فيه، يعني سب من الاخر. شينوهارا بيقول له هواجهك بس بشرط واحد، الخسران فينا هيتمنع من تحدي الامبراطوره مدى الحياه. شينوهارا بيلعب له على نقطه ضعفه، بيستفزه اكتر وبيقول له لو خايف تخسر قول عادي مش هلومك، ولكن السم ده بيشخصنها وبيقول له تمام انا بتحداك بعد يومين من دلوقتي، هثبت للكل انك فزت على سارسا بالاحتيال مش اكتر. وفي اليوم اللي بعده بيتقابلوا هم متنكرين علشان يخططوا لمعركتهم مع كويساجي. بيوصلوا على السكن ولكن سارسا بمجرد ما بتشوف هيمجي بتحاول تستخبى وبتقول له البنت دي بتعمل ايه هنا، وبيطلع ان هما الاثنين يعرفوا بعض. هيمجي بتقول له انا كنت بخدم عائله سيونجي قبل سنه، بمعنى تاني انا احد الاشخاص القليلين اللي يعرفوا
سر رينا. بتاخدهم بعدها على اوضه الاجتماعات وبتبدا تشرح لهم اللعبه اللي كويساجي اختارها. اسمها هو ال27 شكل، لعبه بتجمع فيها البطاقات وبعدين تتنافس على الارقام. اللعبه متقسمه على مرحلتين، المرحله الاولى ودي اللاعبين فيها بيجمعوا البطاقات المتفرقه واللي هيبقوا متوزعين على 20 مكان جوه الحي الرابع، يعني مجموع 20 بطاقه في المجمل. في البدايه موقع اول 5 بطاقات هتكون معروفه، بعدها كل 5 دقايق هيتعرض موقع لبطاقه جديده. البطاقات بتتجمع بشكل يدوي، يعني لازم تروح على مكان البطاقه علشان الجهاز يلتقطها، ومسموح لك تستخدم وسائل المواصلات. بعد ما ال20 بطاقه يتجمعوا يجي وقت المرحله الثانيه، مرحله الكشف. كل واحد هيختار اعلى 5 بطاقات من اللي هو جمعهم وهتتواجهوا بيهم بطاقه بطاقه، والبطاقه اللي رقمها اعلى تكسب. يعني بمعنى تاني لازم تفوز في 3 جولات من اصل 5 علشان تكسب اللعبه. بتخلص شرح وبتقوله في حاجه مهمه لازم تعرفها. زمان كانت حصلت مواجهات كتيره بنلعب بنجمه واحده ولاعب ب5 نجوم، ولكن احب اطمنك ان ولا مره لاعب بنجمه واحده قدر يفوز. يا حلاوه. سراسه بتقول له مش بس كده، لو تفتكر مهاره التعديل العددي فالمهاره دي بتسمح لك تعدل القيم العدديه اللي جوه اللعبه. علشان كده على الرغم ان اعلى بطاقه هنا قيمتها 20، ولكن لو كويساج استخدم التعديل العددي يقدر يوصلها ل30. بص بصراحه نسبه فوزك تكاد تكون معدومه، بس طبعا كل اللي فات ده كان بالطريقه العادله. نيجي بقى للغش. مفتاح الفوز في اللعبه دي بيكمن في مرحله الجمع. لو قدرت تجمع اغلب البطاقات اللي بارقام عاليه فحتى لو كويساج استخدم التعديل العددي هتقدر تفوز. سراسه بتقول له كويساج دايما بيستعمل قدره اسمها انتاج الطوارئ. القدره دي بتسمح له يستدعي طرف ثالث ويدخله في اللعبه، وكويساج عنده نادي مكون من 300 عضو وبيعتبرهم الجيش بتاعه، بمعنى تاني يقدر يدخل لحد 300 عضو في اللعبه. اما بالنسبه لاخر قدره فدي ما تقلقش منها، اسمها هو الاجنحه السوداء. بتسمح له يعمل تاثيرات زي الدخان والبرق والاكشن اللي كان عامله، مجرد شكليات يعني مش اكتر. شنوارا بيقول لهم تفتكروا ايه قدرات النجمه الواحده اللي ممكن تنفع في اللعبه دي؟ هيمجي بتقول له في قدره اسمها الخطا البرمجي، من اسمها فبتسمح لك تغير وتعمل تشويش في جهاز الخصم. في كمان قدره حظ ودي هتزود من فرص ظهور البطاقات اللي بارقام كبيره في مكان قريب منك. وفي النهايه التعديل العددي، ولكن ما اعتقدش انها هتكون مفيده بما ان اللعبه كلها معتمده على مرحله الجمع. بيقول لهم تمام، في الوقت الحالي هي دي افضل استراتيجيه ممكنه. بيخلص الاجتماع وبعد ما سراسه بتمشي هيمجي بتقول له ان سراسه كانت عماله تتجنبها طول الوقت. قبل سنه احنا كنا قريبين من بعض جدا، ولكن فجاه رينا ابتدت تبعد عني. انا شاك انها مخبيه حاجه بخصوصها وبخصوص عائله سانجي. وفي اليوم اللي بعده بيجي موعد المباراه. منظمه ليبرا بتغطي الحدث. بتبدا المباراه. شنوهارا بيستخدم الخطا البرمجي وبيغير مواقع البطاقات اللي على شاشه كويساجي. بيستخدم كمان الحظ، والبطاقين 14 و17 بيبقوا على نفس طريقه. بيبدا بال14 بما انها الاقرب. هيمجي بتقول له انا جهزت لك وسيله مواصلات علشان تاخدك بعدها الرقم 17. الموضوع ماشي حسب الخطه، ولكن فجاه بتحصل حاجه غريبه. كويساجي بيجمع اول بطاقه غريبه. المفروض ان بقدره الخطا البرمجي ما يبقاش عارف اماكن البطاقات، بس اكيد كانت صدفه. ولكن فجاه هيمجي بتقول له ان كويساجي التقط البطاقه الثانيه. شنوهارا بيستغرب، بيبص على الشاشه ويلاقي عدد البطاقات المعروضه لسه ما اتغيرش. معنى كده انه التقط بطاقه بموقع لسه ما اتعرضش. معقوله تكون صدفه؟ ولكن كويساجي بيفاجئهم اكتر وبيجمع البطاقه الثالثه. استحاله تكون صدفه. شنوهارا وقتها بيفهم اللي حصل. كويساجي مش بيستخدم التعديل العددي، لا ده بدلها بمهاره الاستكشاف. في الوقت ده بيسمع صوت كويساجي في جهازه وبيقول له ان قدره الاجنحه السوداء مش مجرد شكل وبس، فهي بتسمح لي انقل صوتي من بعيد. خلينا اديك نصيحه بما انك مبتدئ في اللعبه دي، لو استمريت على كده فالمباراه هتنتهي بنصر مطلق ليا. شنوهارا بيبص على موقع البطاقات ويلاقي عدى 5 دقايق ولحد دلوقتي مفيش اي بطاقه جديده ظهرت. ازاي؟ المفروض ان كل 5 دقايق موقع جديد يتكشف. في اللحظه دي شنوهارا بيفهم كل حاجه. كويساجي بيجمع في البطاقات اللي موقعها لسه مجهوله، وده في حد ذاته يعتبر عمليه كشف. لو فضل يجمع بطاقات ومواقع مجهوله فكده الشاشه مش هتظهر اي موقع جديد. لازم في مرحله الكشف يبقى معاك 3 بطاقات على الاقل. يعني لو كويساجي قدر يجمع 18 بطاقه من اصل 20 فكده اللعبه رسميا انتهت. هيمجي بتتصل بيه وتقول له ان حتى وسيله المواصلات اللي كانت مجهزاها هي كمان تم اعتراضها من قبل اتباع كويساجي. معنى كده انه بدا يستخدم الانتاج الطارئ. الخطه حرفيا بتنهار. يا ترى ايه العمل دلوقتي؟ ولكن شنوهارا بيحافظ على اعصابه وبيقرر يكمل. وبعد معاناه بيوصل اخيرا على البطاقه رقم 14 ويلتقط اول بطاقه ليه. ولكن المشكله دلوقتي هي ازاي هيروح لرقم 17. المكان بعيد ووسيله المواصلات اللي هيمجي كانت مجهزاها خلاص باظت. ده غير اصلا ان احتمال كويساجي يسبقوا ليها. ولكن من حسن حظه بيقابل اوراساكا بتاخده في طريقها فعلا وتقول له كده احنا متعادلين وتسيبه وتمشي. بيكمل طريقه ومن سوء حظه ان البطاقه بتبقى محطوطه في مكان عالي. بيقدر فعلا يلتقطها ولكن رجليه وقتها بتفلت وبيقع من فوق. وفي نفس الوقت ده كويساجي كان عمال يجمع في البطاقات ووصل للبطاقه ال11. شنوهارا بيفوق بعد وقعته دي وهو مصاب وكمان السماعات وقعت منه. شنوهارا في موقف لا يحسد عليه. في الوقت ده ساراسا بتوصل على المكان وبتقول له انت لازم تروح على المستشفى. شنوهارا بيبقى اتعور ودماغه عماله بتنزف، ولكنه بيضحك وبيقول لها تفتكر بعد كل ده هستسلم؟ مش قبل ما اشوفها تاني. هي دايما كانت بتدور على طرق جديده علشان تخرجني وتاخدني لاماكن جديده، علشان كده ما ينفعش اطرد قبل ما الاقيها. ده غير ان لو خسرت فانت كمان هتتاذي. لازم احمي كسبتي
هياتيك باي ثمن. ساراسا بتقول له كل اللي قلته لك كان كذب. قصه اختطاف ساراسا كلها كانت كذب. ساراسا كانت بتحلم انها تخش مدرسه عاديه، علشان كده خلت الموضوع يبان انه خطف وهربتها من الجزيره، ولكن كده كده الكذبه مصيرها تتكشف لما ساراسا تتخرج بعد سنتين. انا ضحكت عليك، انت مجرد ضحيه مش اكتر. شينوهارا بيبتسم وبيقول لها كده اخيرا الموضوع بقى منطقي، علشان تحققي حلم صاحبتك اتحديتي عليه سيونجي وخدعت الكل. لا عاش بصراحه. هيميجي هي كمان بتوصل وبتقول له ان كوساجي جمع 16 بطاقه لحد دلوقتي، يعني فاضل له بطاقتين بس ويضمن الفوز. وبما ان اماكنهم مش هتتكشف فشينوهارا هينهي المرحله هو مع بطاقتين بس، وشكلها كده النهايه. بس تفتكر انه هيخسر في السهوله ده صديقي؟ بتيجي في باله فكره بيقول لها مفيش قدره تقدر تغير القواعد. ساراسا بتقول له فيه، اشهرهم هي منتهك القواعد، بس لازم تبقى 6 نجوم وفوق علشان تقدر تستخدمها. بيقول لها مش مهم، المهم انها موجوده. بيسال هيميجي اذا كان ينفع يستخدم قدره الخطا البرمجه على شاشه العرض، وهيميجي بتقول له انها تعمل كل اللي تقدر عليه علشان تخليه ينفع. وبالفعل بيجي موعد مرحله الكشف وشينوهارا بيبقى انها مرحله الجمع ببطاقتين بس، كده استحاله يقدر يفوز في 3 جولات من اصل 5. كوساجي بيقول له انا شايف انك تستسلم احسن بدل ما نضيع وقت بعض، وفعلا بيلعب اول بطاقه والجهاز بيقع منه. بيظهر على الشاشه انه لعب البطاقتين. المذيعه بتقول لهم وكده تكون انتهت مرحله الكشف. لسه هتعلن كوساجي الفايز، ولكن شينوهارا بيقول لها ثانيه واحده. بيبدا يضحك وبيقول لكوساجي تفتكر ايه هي شروط انهاء اللعبه؟ بيقول له هي دي محتاجه انك تفوز في مرحله الكشف. بيقول له ده شرط الفوز في اللعبه، انا قصدي على شرط انهاء اللعبه. بيقول له في الحاله دي يبقى لازم بطاقات كلا اللاعبين تخلص منهم. شينوهارا بيقول له شكلك كده ما بصيتش على القواعد كويس، انصحك تبص تاني. كوساجي بيبص عليها ويلاقي الشرط اتغير. الشرط الجديد ان بطاقات لاعب واحد بس هي اللي تخلص، معنى كده ان شينوهارا انهى مرحله الكشف بالتعادل. كوساجي بيتعصب وبيقول له يبقى انت بتستخدم منتهك القواعد. شينوهارا بيقول له مين عارف، بس حسب القواعد الحاليه فكده النتيجه بقت تعادل. يلا خلص بطاقاتك وخلينا نعيد من الاول. وبالفعل كوساجي بيلعب كل بطاقاته. بيقول له حتى لو لعبنا تاني فانت مصاب، وانا معايا قدره انتاج الطوارئ، يعني برضه هفوز. شينوهارا بيضحك تاني وبيقول له كده انا اللي فزت. بيجيب تليفونه من على الارض وبيطلع انه ما لعبش البطاقه التانيه. كوساجي بيقول له ايه يعني؟ انا خلاص خلصت ورقي، يعني كده النتيجه ما اتغيرتش، محدش قال لك تغير القواعد. شينوهارا بيقول له مين قال لك اني غيرتها؟ كل اللي عملته اني غيرت النص اللي كان مكتوب في الشاشه. كوساجي بيبص فعلا وبيتصدم انها رجعت زي ما كانت. ايوه صديقي، شينوهارا استخدم مهاره الخطا البرمجي. في الاول مثل انه استسلم ورمى تليفونه وخلى الشاشه تظهر انه لعب البطاقتين، وبعدها تلعب بالنص علشان يوهمه ان القواعد اتغيرت. بمعنى تاني مرحله الكشف لحد دلوقتي لسه ما انتهتش. بيلعب بطاقته التانيه، وبما ان كوساجي لعب كل بطاقاته فكده الفايز هو شينوهارا. محدش بيبقى مصدق. شينوهارا يعملها ويفوز على لاعب ب5 نجوم وهو نجمه واحده. بيتاخد بعدها على المستشفى، وساراسا بتقول له ما توقعتش انك تكون مخبي قدراتك. بيقول لها انت فاكراني مين؟ انت نسيت ان النجم السابع حاجه زي دي تافهه بالنسبه لي. وعلى الناحيه التانيه المديره بتتكلم مع هيمجي بتقول لها تفتكري ايه هو تصنيف شينوهارا الحالي؟ بتقول لها سهله، شينوهارا ما يقدرش يكسب اي نجوم طول ما هو عامل نفسه نجم سابع، يعني حاليا تصنيفه هو نجمه واحده. بتقول لها غلطانه، تصنيفه الحالي هو نجمتين. شينوهارا ما يقدرش يكسب اي نجمه زياده، ولكن الوضع مختلف بالنسبه للنجوم الخاصه. لما شخص بيمتلك نجمه خاصه يخسر فوقتها النجمه دي بتتاخد منه وتنتقل للفايز. في اللعبه اللي فاتت شينوهارا قدر يتغلب على ملك النجمه الزرقاء كوساجي سيران. بمعنى تاني شينوهارا حاليا مزدوج اللون، عنده النجم الاحمر وكمان النجم الازرق اللي خده من كوساجي. لو استمر الوضع على كده وشينوهارا فضل يكسب في اللاعبين اللي بنجوم خاصه فوقتها هيبقى اول نجم سابع في التاريخ ب7 الوان. هيبقى انجاز اسطوري، ولكن كل ما النجوم تزيد الخطر هيزيد، علشان كده هحتاجك تبقى جنبه. وبالفعل في اليوم اللي بعده المديره بتنقل هيمجي لاكاديميه ايمي علشان تبقى معاه في نفس الفصل، ومصادفه بيبقى ميعاد الحدث السنوي الخاص باكاديميه ايمي، وبيسمى معركه الاقصاء. الحدث بكل بساطه عباره عن معركه جماعيه بين كل الطلاب، تقدر فيه انك تتحدى اي طالب بغض النظر عن تصنيفه من غير ما تخسر اي نجوم، يعني حرفيا مفيش اي مخاطره. في الحدث ما تقدرش ترفض طلبات اللاعب، يعني هتتقبل بشكل تلقائي. كل اللي عليك انك تقرب مسافه معينه من خصمك وتبعت له الطلب وهو هيتقبل. الخسران هيتم اقصائه من الحدث، ولو اللعبه استمرت اكتر من 24 ساعه فالطرف الاعلى في التصنيف هو برضه هيتم اقصائه. يعني من الاخر منافسه بقاء ما بتنتهيش لحد ما يتبقى شخص واحد بس وهو ده اللي هيبقى الفايز. الحدث هيبدا بكره، كله يجهز نفسه. وحاجه كمان، افضل 5 لاعبين هيتم اختيارهم علشان يمثلوا الاكاديميه في بطوله الاكاديميات في الشهر الجاي. ودي كانت كل حاجه. بيجي وقت الفسحه وهيمجي بتقول له احنا لازم نرسم لك خطه علشان نضمن انك هتبقى الفايز. اي نعم الحدث مفيش فيه نجوم، بس لازم تحافظ على شكلك قدام الكل. بيقول لها اعتقد
ان انسب خطه في الوضع ده هي الهرب، فكده كده كل اللي محتاجه ان افضل للاخر لحد ما اغلب الطلاب يتم اقصائهم. لو بس قدرت احافظ على مسافه مناسبه بيني وبين الطلاب فوقتها الطلب مش هيتقبل. في الوقت ده بتدخل عليه بنت كده وبتقول له انه اسمها هو اكيزوكي نوا، طالبه في الصف الثالث يعني اكبر منك. بيسالها عن اللي هي عايزاه ولكنها بتفضل تتلزق فيه وبتقول له انه لو ما يعرفش فهو حاليا اشهر شخص في الاكاديميه والكل متوقع ان هو اللي هيكسب. بتفضل ترخم عليه شويه وبعدها بتقول له هنتقابل بعدين وبتسيبه وتمشي، وباين كده انها مطمنش. هيميجي بتقول له خد بالك من البنت دي، بالرغم من شكلها ولكن تصنيفها هيبقى 6 نجوم، يعني بسكتها بس ممكن تعورك. وبعد شويه المدرب تطلبه وبتقول له انت عارف انا تعبت قد ايه عشان انقل لك هيميجي؟ انت مش متخيل الموضوع صعب قد ايه. شينوهارا بيفهم انها عايزه حاجه وبيقول لها ايه المطلوب مني؟ احبك وانت فاهمني. بص بقى، في الوقت الحالي في حاجتين غريبين بيحصلوا في الاكاديميه. الاولى ان في حد من بره الاكاديميه بيحاول يتدخل في الحدث وعلى الاغلب في هدفهم هو انت. بيقول لها، والثانيه بتقول له اللي هقوله لك دلوقتي يبقى معلومه سريه. في الاصل كل اكاديميه بيتم منحها نجم خاص وبتشرف هي على حمايته، واكاديميه ايمي كانت بتمتلك واحد هي كمان ولكنه اتسرق، النجم الاخضر. اثناء ما كنا بننقله علشان نستخدمه كجائزه للحدث فجاه حصلت حاجه غريبه والنظام اتعرض للاختراق واتسرق. النجم الاخضر عنده قدره خاصه وهي انه بيزود الادراك، لو وقع في ايد شخص يعرف يستخدمه فمحدش عارف النتيجه هتكون ايه. في احتمال كبير ان الشخص اللي عايز يتدخل في الحدث يكون هو نفسه اللي سرقه، علشان كده من المؤكد انهم هيستغلوا الحدث علشان يستهدفوك. لازم ما تخسرش علشان نقدر نستدرجهم. وحاجه اخيره، احنا كده كنا ناويين ندي النجم الاخضر اللي هيفوز في الحدث. شينوهارا بيفهم قصدها، انت عايزانا استعيد النجم الاخضر؟ بتقول له الله ينور عليك. باختصار انت قدامك 3 مهمات، الاولى انك تستعيد النجم الاخضر، الثانيه انك تكتشف مين اللي بيحاول يتدخل في الاكاديميه، والثالثه انك تفوز في الحدث وتحصل على النجم الاخضر. وبالفعل في اليوم اللي بعده بمجرد ما الحدث بيبدا مجموعه من الطلاب بيحاولوا يستهدفوه لكنه بيقدر يهرب منهم على اخر لحظه. بيفضلوا يطاردوه في كل مكان وهيميجي ساعتها بتقترح انهم يستخدموا تقنيه تشويش ولو مؤقتا علشان ما يقدروش يحددوا مكانه. وفعلا الموضوع بيمشي وخلاص اليوم الاول بيبقى شارف على الانتهاء، ولكن وقبل دقايق بيجي له رساله من اكيزوكي والتشويش بيتعطل. في اللحظه دي واحده من الطلاب بتستغل الفرصه وبتبعت له طلب لعب، وشكل كده اكيزوكي اكتشفت خطتهم. بيقبل الطلب فعلا وبعد معاناه بيقدر انه يفوز عليها. بيرجع اخيرا على السكن وبكده يكون انتهى اليوم الاول، ولكن شكل الموضوع مش هيبقى سهل. هيميجي بتقول له نظرا للوضع الحالي فانا قررت استدعي رئيسه الالكترونيات في الشركه، ودي هي كاجا يا صديقي، الجندي المجهول والمسؤول عن كل عمليات الاختراق والتشويش اللي شفناها. كاجا بتقول له انا حسيت ان هيبقى من الصعب انك تستمر بالهرب بالبرامج اللي عندنا، علشان كده عملت برنامج جديد. البرنامج ده بياخد بيانات الموقع الخاصه بهيميجي وبيبدلها بالبيانات بتاعتك، وبكده اي طلب هيتبعت على جهازك هيتنقل لجهاز هيميجي. يعني من الاخر تقدر تعتبرها كبش فدا. الحركه دي هتكسبك كذا يوم زياده، وفي حاله لو كنت في موقف صعب فانا عملت خطه تانية لحالات الطوارئ، ولكن للاسف ما تقدرش تستعملها غير لمره واحده. بيجي اليوم اللي بعده وبالفعل الموضوع بيشتغل، وعلى عكس شينوهارا هيميجي بتبقى عماله تكسب في الطلاب بكل سهوله وما يتقلقش عليها. شينوهارا بقى بياخد بعضه وبيطلع يجري لابعد نقطه، بيقعد يرتاح شويه، ولكن في الوقت ده بيجي له اتصال من هيميجي وبتقول له انهم في مشكله، في شخص مجهول نشر بيانات موقعه للكل، وحاليا في اكتر من 200 طالب في طريقهم ليه، لازم تمشي من عندك في اسرع وقت. بيجي يهرب ولكن في الوقت ده بتطلع في وشه اكيزوكي وبيخبط فيها. ايه اللي جابك هنا؟ بتقول له تقابلنا من تاني. بتبقى نجحت في انها تعطله وهيميجي وباقي الطلاب بيوصلوا على المكان وبيحاصروه. بيقرر ساعتها انه هيستعمل خطه الطوارئ وبيبعت طلب لعبه لهيميجي، كده محدش هيقدر يبعت له اي طلبات في الوقت الحالي لحد ما معركته مع هيميجي تنتهي. هي دي خطه الطوارئ اللي كاجا اتكلمت عنها. اكيزوكي بتقول له يا خساره بس مش مهم، انا كده حققت هدفي هنا، اشوفك بعدين. وبتسيبه وبتمشي. يا ترى البت دي ناويه على ايه بالظبط؟ بيجي الليل وهيميجي بتيجي تحضر العشاء بتلاقي المكونات ناقصه، وعلشان كده بتقول له انها هتروح على السوبر ماركت وراجعه بسرعه. بيقعد يستناها ولكن بيعدي اكتر من ساعه وهيميجي لسه ما رجعتش. في الوقت ده بيجي له اتصال من تليفونها وبيلاقي اكيزوكي على الخط. بتقول له مساء الخير، كنت بتمشى من شويه وقابلت الخدامه بتاعتك بالصدفه، بس ما تقلقش مش هعمل لها حاجه. بتبقى محتجزاها وهيميجي بتتاسف له لانها مش هتعرف ترجع النهارده. بتقول له كمان ان الوضع اتغير وانها ما عادش ينفع تخسر في مباراتها معاه. انا اسفه بس مهما حصل ما تحاولش تفوز. اكيزوكي بتقول له يا ريت ما تنساش ميعادنا بكره، وبتقفل السكه، وكده نبقى اتاكدنا ان هي اللي كانت ورا كل اللي بيحصل. وبعد شويه ساراسا بتوصل وشينوهارا بيحكي لها على اللي حصل. بتبقى متعصبه لان صاحبتها اتخطفت وشينوهارا بيبقى حاسس ان في حاجه غلط. اي نعم اكيزوكي ذكيه بس صعب جدا تعمل كل ده لوحدها. المشكله دلوقتي هو ازاي هنفوز على هيميجي. ومن حسن حظهم كاجا بتوصل على المكان بالصدفه وبتبقى شاربه حته ب 200. بيفهموها الوضع وكاجا بتاخد الصدمه. بيهدوا وكاجا بتشرح لهم اللعبه اللي هيميجي اختارتها، اسمها هو المثلث غير المتساوي الاضلاع، لعبه بطاقات. كل لاعب هيحصل على 10 بطاقات بمجموع 20 بطاقه. في كل جوله هتلعبوا بطاقه واحده وصاحب البطاقه الاعلى يكسب وياخد البطاقتين. اما في حاله التعادل فالبطاقتين هيتبقوا والكسبان في الجوله اللي بعدها هيفوز بالاربع بطاقات. هتستمر اللعبه على كده لحد ما البطاقات كلها تتلعب، واللي هيتبقى مع عدد اكبر من البطاقات هو الفايز. لحد هنا تبان بسيطه، ولكن اللي بيميز اللعبه دي انها مش هتتلعب ببطاقات
كوتشينه عاديه لا. وركز معايا يا صديقي في اللي جاي. نظام البطاقات في اللعبه دي مكون من 4 فئات. الفئه الاولى هي بطاقات من نوع الملك، الثانيه بطاقه الفارس، الثالثه المختال، وفي الاخر خالص بطاقه المواطن. الملك يكسب الفارس والفارس يكسب المختال. المختال اضعف من الفارس ولكنه يقدر يقتل الملك. وفي النهايه خالص بطاقه المواطن ودي اضعف بطاقه. ولكن هنا بقى يجي الجزء الممتع في اللعبه. بطاقه المواطن بتمتلك قدرات خاصه بتشتغل بس في حالات التعادل. على سبيل المثال قدره اسمها حصان طروادة وده عند تفعيلها بتسمح لك تاخد نص البطاقات اللي جمعها الخصم. قدره تانية اسمها البطل الغير مهزوم ودي لما تتفعل بتبقى اقوى بطاقه في اللعبه وتقدر تفوز على اي بطاقه. في كمان الاختيار الاجباري ودي بتسمح لك تسحب اي بطاقه من بطاقات الخصم. يعني من الاخر كده بطاقه المواطن زيها زي الجوكر، تقدر تقلب موازين اللعبه كلها. وفي خلال ما هم قاعدين بيجي لشنوهارا رساله من هيمجي بتقول له فيها على القدرات اللي هي ناويه تستعملها في اللعبه. شنوهارا بيستغرب منين بتقول له انها مش هينفع تخسر ومنين تبعت له قدراتها. القدرات بتبقى كالاتي. الاولى هي قدره تغيير الاحتمالات وده تضمن لها انها تحصل على اغلب البطاقات القويه اللي في اللعبه. معنى كده ان شنوهارا هيحصل على البطاقات من فئه المواطن والفارس. القدره الثانيه هي التحكم القصر ودي بتسمح لها تتحكم في اول 3 نقلات للخصم. يعني شنوهارا مش هيبدا يلعب غير بعد ما اول 3 جولات يخلصوا. واكيد هيمجي هتستغل الموقف ده وتخسره كل بطاقاته القويه. كاجا بتقول لهم اطمنوا هنا بقى يجي دوري، هخترق النظام وبعدها هيمجي هتحط خطه ما تخرش الميه. بس ثانيه واحده هيمجي مش موجوده، احنا ده انا يا رجاله. سلاسه بتقول لها ما تقلقيش لو على التخطيط فانا وهيمجي في نفس المستوى. بتبدا تحط خطه وتقول لهم ان المشكله كلها بتكمن في اول 3 جولات. لو هيمجي استغلتهم كويس هتتقدم عليك بفرق كبير. ولكن لو بصينا لها من ناحيه ثانيه فاحنا نقدر نتوقع اللي هيمجي هتعمله. في البدايه في بطاقتين مواطن هيمجي لازم هتحاول تحصل عليهم علشان تسد عليك كل الطرق. الاولى هي بطاقه مواطن النمو الانفجاري ودي بتزود من قوه كل البطاقات اللي معاها. اما الثانيه حصان طروادة اللي بتقلب كل الموازين. في الجوله الاولى هيمجي هتلعب التحكم القصري وتخليك تتعادل معاها وقتها تتفعل القدره الخاصه وتسرق منك حصان طروادة. وفي الجوله الثانيه تلعب بطاقه فارس وتاخد منك النمو الانفجاري. في الثالثه هتستخدم بطاقه ملكيه وتاخد منك بطاقه الفارس اللي حيلتك. وبكده مع نهايه الجوله الثالثه هيمجي هتبقى متقدمه عليك بفرق 7 بطاقات، يعني تقريبا خسرت. وهنا بقى يجي وقت الغش. من ضمن القدرات في قدره اسمها التحويل، قدره ب6 نجوم بتسمح لك انك تدي اي بطاقه قدره خاصه من اختيارك. يعني على سبيل المثال ممكن تدي بطاقه مواطن قدره زي انها تسمح لك تبدل كل البطاقات اللي انتوا جمعتوها. لو قدرنا نستخدم حاجه زي دي بالغش فوقتها النتيجه هتتعكس. الموضوع كله معتمد على كاجا اذا كانت هتقدر تصنع مهاره مشابهه لدي. كاجا بتفكر وبتقول لهم الموضوع مش سهل بس بوعدكم اني هعمل كل اللي اقدر عليه. بتاخد اللاب بتاعها وبتروح تشتغل وبعد ما بتمشي شنوهارا بيبقى عمال يفكر في كلام هيمجي ليه. بيقول لها هيمجي قالت لي اني ما احاولش افوز مهما حصل. يا ترى ايه اللي يخليها تقول كده؟ بكره هنعرف. بيجي موعد النوم وفي خلال كده سلسة بتجيله وبتديله بطاقه معينه. بتقول له ان الكارت ده بيحتوي على قدره نادره اشتريتها من فتره كنت سايباها لحالات الطوارئ، ابقى استخدمها لو احتجتها. وبالفعل في اليوم اللي بعده بيجي موعد المباراه وكاجا بتبلغه انها انتهت والقدره جاهزه على الاستعمال. كده كل حاجه جاهزه. بتبدا اللعبه واكيزوكي بتقعد تشاهد وزي ما توقعوا هيمجي بتستخدم اول قدره وبتحصل على اغلب البطاقات القويه. تكمل بالتحكم القصري وكده هي اللي هتكون متحكمه في اول 3 جولات. بتلعب اول جوله وبسهوله تفوز فيها. في الجوله الثانيه بتلعب بطاقه مواطن الاختيار الاجباري وتتعادل معاه. كده تقدر تسرق منه اي بطاقه هي عايزاها ولكن الغريب انها بتضيعها وبتختار بطاقه عاديه. بتيجي الجوله الثالثه وهيمجي تستخدم البطل الغير مهزوم وتفوز بكل سهوله. وبكده اول 3 جولات يكونوا انتهوا. شنوهارا بيبقى مستغرب ايه اللي يخلي هيمجي تسيب له حصان طروادة وتختار بطاقه عاديه بالشكل ده. وفوق كل ده تستخدم اقوى بطاقه عندها في جوله هي كده ضامنه انها هتكسبها. في حاجه غلط. هيمجي بتحاول توصل لي حاجه، عايزه تقول لي ان لو كسبت في حاجه وحشه هتحصل. بيحاول يفكر في اي تلميح ليها وساعتها بيفتكر لما قالت له مهما حصل ما يحاولش يفوز. بيبص على كل البطاقات واخيرا بيستنتج كل حاجه. هو ده اللي هيمجي تقصده. بيتصل على كاجا وبيقول لها تلغي الخطه. بيعتذر من هيمجي عشان اتاخر وبيقول لها يلا بينا نكمل. بتبدا الجوله الرابعه عشان هورا بيستعمل مهاره الكشف بتخليها توقع كل البطاقات اللي هيمجي هتلعبها ولكن المفاجاه انه على الرغم من كده بيتعمد يخسر. اكيزوكي بتقلق. بتكمل اللعبه ونفس الموضوع بيتكرر من تاني. شنوهارا عمال يخسر مره ورا الثانيه. اكيزوكي بتتعصب وبتقول له انت بتهزر ما تلعب جد. بيقول لها اخرسي واتفرجي. بتيجي الجوله التاسعه وشنوهارا بيلعب بطاقه المواطن حصان طروادة وتنتهي الجوله بالتعادل. كده الجوله الاخيره هي اللي هتحدد. بيلعب بطاقه مواطن وهيمجي بتلعب الملك. شنوهارا هو الخسران ولكن في اللحظه دي بتتفعل قدره حصان طروادة ونص البطاقات اللي جمعتها هيمجي بتنتقل لمجموعته. كده كل واحد فيهم بيمتلك 10 بطاقات وفي نفس الوقت اللعبه انتهت. ايوه صديقي لما هيمجي قالت له ما يحاولش تفوز كان قصدها انه يتعادل. وبكده اللعبه تكون انتهت بالتعادل من غير ما حد فيهم يتم اقصائه من الحدث. هما
الاتنين لعبوها صح. اكازوكي بتبقى هتولع ولكن بتعمل نفسها هاديه، وبيتضح انها كانت حاطه برنامج اختراق على جهاز هيمجي. البرنامج بيقدر يتجسس ويعرف كل البيانات والمعلومات اللي على الجهاز، والاهم من كل ده انه اتبرمج بحيث ينتقل لجهاز الفايز بمجرد ما صاحب الجهاز يخسر. هيمجي ادركت كل ده وقررت تقطع كل الاتصالات وتوصل له رساله انه ما يحاولش يفوز. اكازوكي بقى في الوقت ده بتبدا تزعق وبتقول له ازاي قدرت تفوز بعد ما تعبت علشان احضر كل ده؟ انا ما بكرهش في حياتي قد الغشاشين. بعد ما قضيت كل السنين دي بتعب وبطور في نفسي مره ورا مره، تيجي انت وبالغش تسرق كل حاجه مني. فاكر لما قلت لك انك حاليا اشهر طالب في الاكاديميه؟ السنه اللي فاتت اتعمل نفس الاستطلاع وكنت انا وقتها اشهر واحده، لحد ما انت جيت والطلاب كلهم بداوا يحبوك انت اكتر مني. علشان كده كان لازم انتقم. خططت للموضوع علشان اخليكم تتواجهوا مع بعض وبكده تخسر اللي بيساعدك في الحدث. بصراحه يا صديقي شينوهارا ما بيبقاش عارف يفرح ولا يزعل، فهو فعلا بيغش وسارق مجهودها، ولكن دلوقتي بس بيتاكد ان في حد من بره بيساعدها، والا استحاله كانت تقدر تعمل كل ده وتحط برنامج اختراق على جهاز هيمجي. بيقول لها احسن لك تقول لنا عن اللي وراكي، كده خطتك خلاص اتكشفت. ولكن اكازوكي بتقول له ان لسه الموضوع ما انتهاش. البرنامج عنده قدره تانية بتشتغل في حاله لو الاولى فشلت، قدره تدميريه بتدمر كل البيانات اللي موجوده على الجهاز. بمجرد ما اعمل كده هيمجي ما عادش هتبقى موجوده على الجزيره. بتاخدها رهينه وبتقول له ايه رايك في لعبه اخيره بيني وبينك، ولكن المره دي هتكون لعبه حقيقيه نراهن فيها على النجوم. انا خلاص تعبت، لو عايزني ارجعها لك فاخسر قصاده واعترف قدام الكل انك كنت بتغش. كده انا عارفه ان كل حاجه حواليك هي كذب. شينوهارا في اللحظه دي بيتاكد. التفسير الوحيد لانها تكون عارفه كل ده هو النجم الاخضر اللي بيعزز الاضراب. بتقول له المره دي مش هديك الفرصه انك تتعادل، جهز نفسك للخساره. وفعلا صديقي تحت الظروف دي شينوهارا ما بيبقاش عنده حل غير انه يوافق. اللعبه اللي اكازوكي اختارتها بتدعى رحله البحث عن الكنز. في اللعبه دي كل واحد بيختار شريك ليه وده يعتبر الكنز، مطلوب منه يخبيه وفي نفس الوقت يحاول يلاقي شريك الخصم. وفي حالتنا دي فالكنز اللي شينوهارا لازم يلاقيه هي هيمجي. ساحه اللعبه هتبقى اكاديميه ايمي. الاكاديميه مكونه من 6 طوابق، وكل فصل او اوضه بيعتبروا خانه بمجموعه 8 خانات في كل طابق، وتقدر تخبي الكنز بتاعك في مكان من دول. في دورك في 4 اوامر تقدر تستخدمها. الاول هو السؤال، وده ببساطه انك تسال خصمك اذا كان مخبي شريكه في المكان الفلاني هو مضطر يجاوب بالحقيقه والا يخسر، وبناء على الاسئله بتحاول تخمن مكان الكنز. الامر الثاني هو الانتقال، وده بيسمح لك تتحرك 3 خانات في الاتجاه اللي انت تختاره. الثالث هو الجواب، وده تستخدمه لما تتاكد من مكان الكنز. كل الاوض هتكون مقفوله والطريقه الوحيده لفتحها هي باستخدام الجواب، ولكن لازم تبقى قدام الخانه علشان الباب يتفتح. يعني حتى لو عرفت مكانه ولكن لسه ما وصلتش للخانه فوقتها ما تقدرش تستخدم الجواب. كل واحد بيمتلك 3 محاولات جواب، يعني يقدر يستخدم الجواب 3 مرات. لو فشلت 3 مرات فوقتها تنتهي المحاولات وتخسر اللعبه. الامر الرابع والاخير هو انسحاب، وده بيسمح لك تغير مكان شريكك في حال لو خصمك قدر يخمن مكانه، ولكن استخدامه هو كمان بيستهلك محاوله جواب. وما تقلقش يا صديقي هنفهم اكتر قدام. بتبدا اللعبه فعلا والشريك اللي شينوهارا بيبقى اختاره بتبقى هي ساراسا، بتبقى متنكره علشان محدش يعرفها. بيبدا الدور من عند اكازوكي وتستخدم اول امر وبتساله اذا كان شريكه مستخبي في الطابق الثالث او تحته، وبما انه ما يقدرش يكذب بيجاوب بلا. معنى كده ان الطابق الاول والثاني والثالث كلهم مستبعدين. بتستخدم بعدها الانتقال وتنتقل 3 خانات ناحيه اليمين. كده دورها انتهى والدور على شينوهارا، ولكن اكازوكي بتفاجئه وبتستعمل قدره غير قانونيه بتخليها تاخد دورين ورا بعض. شينوهارا بيقول احيه من اولها كده. بتساله تاني اذا كان شريكه مستخبي في الدور الخامس او فوق، شينوهارا بيجاوب بلا. اكازوكي وقتها بتتاكد ان شريكته موجوده في الطابق الرابع. يا حلاوه، من اول دور وقربت توصل. بتقرر انها تتسلى معاه وبتتحرك خانه واحده ناحيه اليمين. كده فعلا دورها انتهى المره دي. الدور على شينوهارا. اول حاجه بيعملها انه بيستخدم قدره تاخير وبيزود دوره لنص ساعه. كده بقى معاه وقت يفكر. بيتصل على ساراسا وساراسا بتقول له انها تقريبا فهمت كل القواعد. مفتاح الفوز في اللعبه دي بيكمن في نقاط الجواب ال3. لو قدرت تضغط عليها وتخليها تستهلكهم فوقتها هنقدر نفوز. ولكن المشكله يا صديقي ان حتى لو شينوهارا فاز فاكازوكي هتدمر لهيمجي جهازها وبالتالي تطرد من الجزيره. اما لو خسر فوقتها السر وسر ساراسا هيتكشف وبرضه هيطرد من الجزيره. يعني كده ميت وكده ميت. ولكن شينوهارا بيطلب منها وبيقول لها انه عنده خطه، العين بالعين والغش بالغش. هندمها انها حاولت تستعمل الغش ضدي. بتكمل اللعبه على كده وشينوهارا بيسالها سؤال وبيستنتج ان هيمجي موجوده في ال3 طوابق الاولى. بينتقل بعدها 3 خانات وبينهي دوره. بيجي الدور على اكازوكي بفضل قدرتها بتقدر تقلل الاحتمالات لمكانين 2. بتتحرك بعدها خانتين ناحيه اليمين وتنهي دورها. الدور على شينوهارا. بيتصل بكاجايا وبيسالها اذا كانت تقدر تحدد مكان هيمجي عن طريق الاشاره، ولكن كاجايا بتقول له ان الموضوع مستحيل. اكازوكي استعملت قدره حاجز على المبنى كله، ودي بتمنع اي تدخل خارجي. لو رجعنا لورا فهي اصلا اللي كانت لغت له التشويش ونشرت موقعه للطلبه.
يعني هي كمان بتستخدم برامج. كاجا بتقول له في حل تاني ولكن تنفيذه شبه مستحيل، اجهزه الاكاديميه خارقه المواصفات، لو في شخص عبقري كفايه انه يعدل عليها فوقتها نقدر نستخدمها في الغش ونحدد مكان هيمجي، بس منين بس هنجيب الشخص ده؟ شينوهارا بيقول لها موجود. عبقريه جابت اعلى درجه في امتحان القبول، وبالفعل سلاسة بتعصر كل اللي في دماغها وبتقدر تحدد مكان هيمجي. الله ينور. شينوهارا بيسال اكيزوكي اذا كان المكان اللي هي مخبيه فيه هو الفصل الرابع في الطابق الثاني. اكيزوكي بتتصدم وتجاوب بنعم. بتقول له انت رجعت تغش تاني؟ بيقول لها ما كفايه ظلم بقى، انت جبتني هنا على غفله وما لحقتش اعمل اي حاجه. بيتحرك بعدها 3 خانات وكده متبقي له خانتين بس على مكان هيمجي، ولكن طبعا مش بالسهوله دي. الدور بيجي على كيزوكي وبتقدر بسؤالين تحدد مكان ساراسا. بتستخدم قدرتها وبتنتقل 6 خانات مره واحده، كده هي كمان متبقي لها 3 خانات. بتستهلك كمان محاوله جواب وبتقرر تغير مكان هيمجي. في اللحظه دي الاشاره بتختفي من جهازها ويبدو كده انها خدت بالهم انهم بيغشوا، بس الحلو في الموضوع انهم خلوها تستهلك محاوله جواب زي ما خططوا. وفي خلال ما هو واقف بالصدفه بيقابل هيمجي وهي في طريقها على المكان الجديد. وطبعا من قواعد اللعبه انها ما تقدرش تتكلم او حتى تلمح لاي حاجه تضر شريكها. بتتاسف له على الوضع اللي هي حطته فيه، ولكن شينوهارا بيطمنها وبيقول لها ان بعد الساعه 10 الجو هيكون برد، علشان كده الاحسن انك تخلي الاوضه دافيه. بتشكرها على اهتمامه وبتكمل طريقها مشي. شينوهارا بيقول لساراسا انها كيزوكي بتقدر تقرا الافكار بفضل قدره النجم الاخضر، والدليل على كده انها توقعت كل تحركاتي خلال الحدث. ولكن لو كانت بتقدر تعمل كده كان زمانها اكتشفت خطه هيمجي في لعبتها معايا، او حتى توقعت انك هتلاقي هيمجي. معنى كده انها بتقدر تقرا افكاري لوحدي، بالتالي اكيد هتخبي هيمجي في مكان انا ما اقدرش اتوقعه. وبالفعل بيجي دوره وبيقرر يستخدم امر الانسحاب ويغير مكان ساراسا. بيجي دور الاسئله وشينوهارا بيسالها اذا كانت هيمجي مستخبيه في واحد من الفصول ال3 اللي هو محددهم. اكيزوكي بتتصدم وتجاوب بنعم. بتتعصب وبتقول له ازاي بتقدر تعرف؟ المره دي انا اتاكدت انك مش هتقدر تغش. وببساطه يا صديقي اللي حصل هو ان ساراسا استخدمت التحليل المنطقي. زي ما قلنا اكيزوكي تقدر تقرا افكاره، يعني هتحاول تخبيها في مكان بعيد عنه. شينوهارا كان في الطابق الثاني علشان كده طبيعي تستبعده بما انها مش هتخاطر وتخبيه في نفس الطابق اللي هو موجود فيه. الطابق الاول هو كمان تم استبعاده وده لانك هتقدر تحدد مكانه بسؤال واحد. الرابع هو كمان مستبعد وده لان ساراسا كانت مستخبيه فيه، وبرضه اكيزوكي مش هتخاطر بان ساراسا تشوفها وتقول لشينوهارا على مكانها. اما الطابق الثالث فنصه اليمين فوق شينوهارا والنص الشمال تحت ساراسا، يعني في احتمال انهم يسمعوها علشان كده هو كمان تم استبعاده. وبنفس المنطق نستبعد النص الشمال من الطابق الخامس بما انه برضه فوق ساراسا، كده يتبقى لنا الطابق السادس والنص اليمين من الطابق الخامس، بس حتى دي نقدر نقللها. اكيزوكي ذكيه وهتخبيها في مكان ما تقدرش توصل له ب3 انتقالات ومضاعفاتها علشان تصعبها عليه. بعد كل الاستبعادات دي كده ما يتبقاش غير ال3 فصول اللي هو سالها فيهم. بصراحه يا صديقي دماغها متكلفه. اكيزوكي وقتها بتقرر تخاطر وبتقول له تمام، بما انك كده فالمره دي انا هحطها في مكان عشوائي، وريني بقى هتلاقيها ازاي. وفعلا بيجي دورها وتستهلك محاوله كمان وتغير مكان هيمجي، كده متبقي لها محاوله واحده. بتساله بعدها سؤالين وبتستنتج من خلالهم ان ساراسا موجوده في الطابق الثاني. كده كلها بقت مساله وقت هي كمان وتلاقيها. بيجي الدور على شينوهارا وساراسا بتقول له احنا كده رجعنا لنقطه الصفر، مفيش اي طريقه نقدر نعرف بيها مكان هيمجي. ولكن شينوهارا بيقول لها انه مجهز حاجه، اي نعم فيها مخاطره بس انا واثق في هيمجي. بيبص في الساعه وبيلاقيها داخله على 9، كلها ساعه وهنقدر نكتشف مكانها. ساراسا ما بتبقاش فاهمه حاجه ولكن بتقرر تسايره. بيستهلك هو كمان المحاوله الثانيه وبيغير مكان ساراسا، ومن بعدها بيفضل يضيع في الوقت وبيستنى لحد اخر ثانيه في دوره. بنوصل اخيرا للدور الخامس وكل واحد فيهم بيبقى استهلك محاولتين، ولكن في المقابل اكيزوكي قربت من المكان. بيجي الدور على شينوهارا وكالعاده بيفضل يضيع في الوقت وبيقول لها ان قبل ما الدور ده يخلص هيكون محدد مكان هيمجي. اكيزوكي بتضحك وبتقول له انت بتحلم، كلها مساله وقت وانا اللي هفوز. بيفضل باصص في تليفونه وبيدعي ان هيمجي تاخد بالها. وبالفعل الساعه بتيجي 10 وشينوهارا بيقول لها ان مكان اختباء هيمجي هو الفصل الثاني في الطابق الخامس تحته على طول. اكيزوكي بتتصدم، بيقول لها على فكره ده مش سؤال ومن حسن حظي ان المكان قريب. اكيزوكي بتبقى هتتجنن هتتهبل هتموت، ازاي قدرت تعرف؟ وتعالى يا صديقي اقول لك اللي حصل. قبل شويه لما التقى بهيمجي وصل لها رساله مشفره وهي ان الجو هيبرد على الساعه 10. في الطبيعي دي جمله عاديه محدش هيركز فيها، ولكن اللي هو كان يقصده انها تشغل التكييف لما الساعه تيجي 10. وفي اغلب المدارس بيبقى في اوضه للكادر تقدر من خلالها تراقب المكيفات، وهي دي الاوضه اللي شينوهارا نقل ساراسا ليها. ايوه يا صديقي اول ما الساعه جت 10 هيمجي شغلت التكييف وساراسا عرفت موقعها وبلغته. بيمشي بكل ثقه ناحيه الفصل ويستخدم اخر محاوله معاه وهي الجواب. الباب بيتفتح فعلا وتم العثور على الكنز. الفايز في اللعبه هو شينوهارا، ولكن في الوقت ده كيزوكي بتبدا تضحك وبتقول له اخيرا خلصت اخر محاوله معاك. بتفعل قدرتها الثالثه واللي تبقى مستقبل مختلف، قدره غير قانونيه بتسمح لك تحذف اخر حاجه عملها الخصم. بتحذف الجواب بتاعه كانه لم يكن. اللعبه لسه ما انتهتش، لا بتتحرك بعدها 6 خانات وبتوصل لغرفه الكادر، وبكل بجاحه هتستخدم اخر محاوله جواب وتفتح الباب. تم العثور على الكنز. اكيزوكي هي الفايزه، بتقول
لها انت بقى شركته، حاسه ان شفتك قبل كده. بتقلع الكاب وبتتفاجئ انها ساراسا. ساراسا بتقول لها اللعبه كانت حلوه علشان كده قررت اشارك، بس يبدو كده انك كنت اضعف من انك تهزميه. اكيزوكي بتستغرب وبتقول لها بس انا فعلا فزت، انا حاليا هي النجم السابع. في الوقت ده شينوهارا بيوصل وبيقول لها للاسف الشخص اللي هزمتيه مش انا. بيطلع الكارت اللي كان خده من ساراسا وبيقول لها الف سلامه، اسمها هو لاعب بديل، قدره خاصه بتسمح لك تبدل مكانك مع شخص من بره اللعبه، ولكن بشرط انه يوافق. شينوهارا استخدمها في اخر لحظه وبدل مكانه مع هيمجي. بمعنى تاني الشخص اللي انت هزمتيه حاليا هي هيمجي، وبما انها خسرت فكده البرنامج هينتقل من جهازها لجهاز الفايز، واللي هو هيبقى انت. انقلب السحر على الساحل والبرنامج بينتقل لاكيزوكي. اكيزوكي اتحشرت في الزاويه وغشها اتقلب عليها. بطلنا في الغش ما عندوش يوم مرحميني. بيقول لها احسن لك تقول لنا على كل حاجه، انت خلاص امرك انتهى. وبعد شويه بتبدا تحكي وتقول له انه من ساعه ما وصلت على اكاديميه وهي كانت دايما حاسه انها شخص عادي، فالمدارس اللي هنا مش بتقبل اي حد، الذكاء والموهبه مش كفايه، لازم تكون من عيله ومركز كويس. كانت دايما حاسه انها قليله، علشان كده حاولت تعوض ده بانها تجتهد اكتر علشان تبقى شخص عظيم وكله يتقبلها. وفعلا في اول سنه التحقت باحسن فصل، وفي السنه الثانيه بقت ب5 نجوم. السنه دي كان فاضل لها شويه واخيرا تحصد ثمار كل المجهود اللي هي بذلته. ولكن شينوهارا وصل ودمر لها كل احلامها. ساعتها ظهر قدامها شخص وقال لها تغش وتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تسرق نجوم شينوهارا، وهو في المقابل هيساعدها علشان تحقق حلمها. الشخص ده يبقى كوروهاشي ميكادو، مدير اكاديميه سيجو في الحي ال12. بيقول لها ما حاولتش ترفضي؟ بتقول له ده مدير اكاديميه، ما اقدرش اعمل له اي حاجه، الحاجه الوحيده اللي انا ندمانه عليها ان حاولت اذي الخادمه بتاعتك. شينوهارا وقتها بيهديها وبيقول لها انا الاقوى في الاكاديميه، سواء كان مدير او غيره ما يفرقش معايا، ارتاحي اللعبه دي خلاص انتهت. وبعد شويه كوروهاشي بيستدعيها وبيقول لها انت خيبتي املي، بعد كل اللي عملته لك والقدرات الغير قانونيه اللي اديتها لك ما قدرتيش تفوزي على شخص واحد غشاش، لازم تعوضيني عن كل ده، من هنا ورايح هتبقي خدامه عندي. وفجأة بيدخل عليه شينوهارا وبيبقى سجل له كل اللي هو قاله، كل اللي على الجزيرة بيبقوا شافوا وسمعوا اللي حصل. شينوهارا بيقول له انصحك تضحك علشان الصورة تطلع حلوة، وبكده يكون انقذ اكيزوكي واللعبة اخيرا انتهت. وفي اليوم اللي بعده بيتم فصل كوروهاشي من منصبه والخبر بيتذاع في الاكاديمية. المديرة بتبقى شمتانة فيه وتقول لهم النهارده يبقى اليوم الاخير في الحدث، اللي نجوا لحد دلوقتي من معركة الاقصاء هما الاتنين دول، الاول هو النجم السابع بطلنا شينوهارا، والتانية تبقى اكيزوكي نوا. فايوه صديقي حتى بعد كل ده هي فازت على هيمجي ولسه في الحدث. المديرة بتقول لهم اجى الوقت علشان نحدد مين اللي هيكون اللاعب الاول في الاكاديميه، ولكن اكيزوكي بتقاطعها وبتقول لها انها مش ناويه تقاتل شينوهارا. بتقول لهم انا استخدمت طرق غير قانونيه وغشيت في حين ما الكل كان بيلعب بنزاهه وعدل، انا ما استاهلش اكون في الحدث. لسه هتنسحب ولكن شينوهارا بيوقفها، بيقول لها دي كانت غلطه كوروهاشي مش غلطتك، وبعدين حتى من غير الغش انا متاكد انك كنت هتقدري تحققي مركز كويس، انت مش شخص عادي زي ما انت فاكره، لا انت فعلا مميزه. وتقريبا ضميره بيبقى مأنبه على سرقته لمجهودها وبيقرر انه يتنازل لها على المركز الاول. بيقول لها انا كده كده الاقوى في الاكاديميه، مش محتاج الحدث ده في حاجه. اكيزوكي بتتاثر وبتوعده انها تشتغل على نفسها اكتر علشان توصل لمستواه. بتطلب من كل الطلاب انهم يدعموها والكل بيهتف لها، وبكده رسميا يكون انتهى الحدث بفوز اكيزوكي نوا. نخش بقى في المهم وهو بطوله الاكاديميات، وزي ما قلنا اول 5 مراكز في الحدث هم اللي هيمثلوا الاكاديميه. المديره بتبدا تعلنهم، وفي المركز الخامس بتبقى الخادمه المحترفه هيمجي، عملت ريمونتادا وفازت ب4 العاب في يوم واحد. في المركز الرابع صاحبه ال6 نجوم اسامي ناناسي. في المركز الثالث رئيس مجلس الطلبه بنفس ال6 نجوم إنوموتو شينجي. في المركز الثاني بطلنا النجم السابع شينوهارا هيروتو. واخيرا وليس اخرا في المركز الاول اكيزوكي نوا. ال5 دول هم اللي هيمثلوا اكاديميه ايمي في بطوله الاكاديميات. بينتهي الاحتفال وفي يوم العطله شينوهارا وساراسا بيتنكروا وبيروحوا على احد الاماكن. شينوهارا بيقول لها انه حصل على النجم الاخضر مقابل انه سابق اكيزوكي تاخد المركز الاول. يعني حاليا شينوهارا بيمتلك 3 نجوم ملونه. بيوصلوا على متجر القدرات، وده المكان اللي ساراسا اشترت منه البطاقه اللي شفناها. بتقول له المتجر ده بيبيع حاجات جامده، بيتسوقوا جواه ويشتروا شويه حاجات وبعدها بيرجعوا على السكن. وفي اليوم اللي بعده شينوهارا والبقيه بيعملوا اجتماع علشان يتناقشوا في الخطه اللي هيحطوها لبطوله الاكاديميات. وفي الطريق اكيزوكي بتعرفوا ان رئيس مجلس الطلبه شينجي واسامي ناناسي يبقوا اصدقاء من الطفوله، على الرغم ان كل واحد فيهم بيقول انه بيكره التاني، بس دايما هتلاقيهم بيقضوا كل وقتهم مع بعض. بيوصلوا على غرفه الاجتماع وبيلاقوهم برضه بيتخانقوا. بيبدا الاجتماع وهيمجي بتبدا تشرح لهم نظام البطوله. اللعبه اللي هتلعبوها هتبقى معركه احتلال قواعد مكونه من 100 لاعب وبتدعى استرال. فكره اللعبه هي انكم تحتلوا القواعد وتحاولوا توسعوها. اللعبه هتبدا في الحي 0 وساحه اللعبه هتتقسم ل1,000,000 مربع، كل مربعين تحتلوهم بيكونوا خط، وهكذا لحد ما تكونوا شكل متعدد الاضلاع. وقتها كل المربعات اللي جواها تتملى وهتبقى جزء من منطقه الفريق. كل ساعه هيتم اصدار مهارات جديده تساعدكم في المعركه وهتسمى تعويذات. التعويذات لها فتره زمن، بمعنى ان طول ما انت بتستخدم التعويذه ما تقدرش تعمل اي حركه لفتره من الزمن. الفتره دي بتختلف من لاعب للتاني
حسب نقاط الحركه اللي عند كل لاعب. في استرال في 5 مناصب تختاروا منها وممنوع التكرار، وعلشان تفوز لازم تحتل كل مناطق الغير او تهزم كل الفرق التانية. في حاله انتهاء الوقت فالفريق صاحب المنطقه الاكبر هو اللي هيفوز. كل لاعب هيبقى عنده 5 نقاط حياه بتتجدد تاني مع نهايه كل فتره، ولكن في حالة لو اللاعب خسر نقاط حياته ال5 فوقتها هيتم إقصائه ويخسر. لو كل أعضاء الفريق خسروا نقاط حياتهم وتم احتلال منطقتهم فوقتها الفريق ده هيتم استبعاده من البطولة. اللعبة هتستمر لمدة 5 أيام وكل يوم هيتقسم لفترتين بمجموع 10 فترات للبطولة. الجزيرة كلها هتشاهد، علشان كده لازم نعمل كل اللي نقدر عليه. وبالمناسبة هيبقى في بطولة تانية شغالة أثناء ما أسترال بتتلعب. الكسبان في البطولة الجانبية هيحصل على بطاقة دعوة تؤهله إنه ينضم لأسترال كعضو سادس في الفريق. ودي كانت كل حاجة لحد دلوقتي، باقي التفاصيل لسه يتم الاعلان عنها في الايام الجايه. نيجي بقى صديقي للاهم، هو نقاط الحركه ومناصب اللاعبين. هيميجي بتقول لهم يبصوا في التطبيق اللي لسه نازل، وكل واحد بيبقى مكتوب تحت اسمه نقاط الحركه وعدد نجومه. نقاط الحركه اشبه بالتصنيف العام للاعب، وبتحسب على اساس المهارات وسجل القتال، مقسمه ل 25 مستوى، وكل ما الرقم ده كان اقل كل ما بقى احسن. على سبيل المثال اكيزوكي نقاط حركتها بتبقى 6، وشينوهارا النجم السابع بيبقى 3. كلهم بيبقوا متفاجئين من تصنيفه العالي، وطبعا الرقم ده بيبقى مزيف. رقمه الحقيقي هو 19، ولكن كاجا لعبت في شاشه العرض. نيجي بقى للمناصب، وده هتبقى جوهريه في رسم خطط الفوز. كل منصب من المناصب ال5 عنده قدره خاصه ويحتاج لنقاط حركه معينه علشان تقدر تختاره. على سبيل المثال منصب الجندي بيقدر يستخدم تعويذه سيف وبيحتاج لنقاط حركه مش اقل من 9. وهنا تيجي المشكله يا صديقي، اخونا شينوهارا بيزيف نقاط الحركه بتاعته. يعني لو اختار اي منصب زي الجندي او الجاسوس فكلها هتبقى مساله وقت ويتكشف، بما ان نقاطه الحقيقيه هي 19. الحل الوحيد هو انه ياخد منصب القائد العسكري. المنصب ده مش بيحتاج لنقاط حركه عاليه، بما انه بيعتمد على التخطيط واصدار الاوامر، وفي نفس الوقت يقدر يستخدمه كعذر ويمثل انه بيستخدم قدرات المنصب، وفي الحقيقه الشركه هي اللي بتغششه. اي منصب تاني هيتفضح. بيبداوا يختاروا اسامي بتقول لهم انها هتاخد منصب الجندي، فنقاط حركتها 5 وفي نفس الوقت عندها ردة فعل سريعه. اكيزوكي بتختار الجاسوس بما انه التسلل ونصب الفخاخ من اختصاصها. هيميجي بتختار المدافع، ولحد دلوقتي كل حاجه ماشيه حسب الخطه. شينوهارا بيساله عن سبب اختياره، وشينجي بيقول له ان اساس اللعبه دي هو القائد العسكري. من مهام القائد انه يجمع المعلومات ويحلل تحركات العدو، يرسم الخطط ويدي التعليمات، ودي كلها حاجات من اختصاصي بما ان رئيس مجلس الطلبه. شينوهارا بيبقى في مشكله، لو ما عرفش ياخد المنصب فوقتها مصيرهم هيكتشفوا كذبته، ولكن لو ما قدرش يخدع حلفائه قبل اعدائه يبقى يعتزلها احسن. بيعرض عليه اقتراح وبيقول له انه من قدرات القائد العسكري انه يقدر يبدل منصبه مع شخص واحد خلال اللعبه. خليني اخده انا الاول، ولو ادائي ما عجبكش بوعدك اني هبدل معاك. شينجي بيفكر وبيقول له موافق بس بشرط اهزم 3 من قاده الفرق على نهايه اليوم الثالث. لو ما قدرتش تعمل كده فوقتها هتديني منصب القائد. طبعا شرط تعجيزي، ولكن شينوهارا ما قداموش حل غير انه يوافق. شينوهارا بيقول له تمام، لو ما قدرتش اعملها فمش بس هديك المنصب، لا ده انا كمان هتكلم معاك باحترام لباقي حياتي. وبكده ينتهي اجتماع البطوله. بيجي الليل واثناء ما شينوهارا نايم يجي له اتصال من ساراسا وبتقول له انه في مصيبه. في سيونجي ساراسا جديده ظهرت وبتهددها. يا حلاوه، بتوري له الفيديو اللي اتبعت لها، وفعلا البنت بتبقى نسخه منها. بتقول لها بكل بجاحه اهلا باللي منتحله شخصيتي، ايه رايك نلعب لعبه؟ اللعبه هتبقى في بطوله الاكاديميات، اللي هتقدر فينا تهزم النجم السابع شينوهارا هيروتو، وهتبقى هي سيونجي ساراسا الحقيقيه. لو انا اللي هزمته فوقتها لازم تسلميني جهاز سيونجي ساراسا وكل حاجه تخصها، ولو انت اللي فزتي فتقدري تكملي زي ما انت في دورك. احسن لك ما ترفضيش، والا كده هبقى مضطر افضحك. بيخلص الفيديو وساراسا بتبقى هتشد في شعرها. شينوهارا بيهديها وبيقول اكيد كل ده من تخطيط كوراهاشي، هو الوحيد اللي يقدر يعمل كده، واكيد عايز ينتقم بعد اللي حصل له. بيروحوا بعدها لكاجا وشينوهارا بيشرح لها نظام البطوله وبيترجاها علشان تساعده. بيفهمها انه لازم يهم حلفائه انه بيستعمل قدرات القائد العسكري، وفي نفس الوقت يهزم 3 من قاده الفرق علشان يحقق الشرط، وفي نفس ذات الوقت يهزم شبيه ساراسا وكمان يفوز في استرال. مش عايز حاجه تانية بالمره. كاجا بتفكر وبتقول له ان الموضوع هيبقى مكلف، ولكن الشركه هتحاول توصل لسيرفرات البطوله وتستعير بعض البيانات علشان تساعده. مش عارفين من غيرك كنا هنعمل ايه. هيميجي بتساله عن القدرات اللي هو ناوي يستعملها في البطوله، وبيقول لها انه في الخانه الاولى هيستعمل قدره النجم الازرق الاجنحه السوداء، في الخانه الثانيه قدره النجم الاخضر اللي بتتوقع الاحداث، اما الثالثه فلسه ما حددتش. هيميجي بتقول له انها المره دي محضره قدره خاصه للبطوله كانت سايباها لحالات الطوارئ، قدره خاصه اسمها التبادل، بتسمح لها تبدل قدره واحده مع شخص من الفريق، يعني ممكن تستعملها على شينوهارا وتبدل مع قدره زياده. بصراحه قدره مفيده. واخيرا بيجي الليل، وقبل ما ينام بيتصل على شخص معين وبيقول له انه محتاج منه خدمه. وفي الصباح اخيرا بيجي موعد اليوم الاول للبطوله. المكان بيبقى عباره عن صحراء، والمفروض ان هي دي هتبقى ساحه اللعبه. في الوقت ده التكنولوجيا بتشتغل، والمكان من حواليهم بيتحول لعالم افتراضي. شركه سيونجي ما بتهزرش، كل واحد في الفريق بيختار منصبه، واخيرا بتبدا استرال. بيلاقوا قدامهم منطقه خضراء، ودي هتبقى بدايه المنطقه بتاعتهم. على شمالها بيبقى في منطقه باللون الابيض، وده هتبقى منطقه محايده. بيجربوا يحتلوها وهيميجي بتدوس احتلال. وقتها العد التنازلي
بيبدأ وبيبقى عبارة عن 90 ثانية، وفي خلال المدة دي هيمج ما تقدرش تعمل أي حاجة أو تستخدم أي تعويذة. بعد ما ال 90 ثانية بيخلصوا المنطقة لونها بيتحول للون الأخضر وكده بقت جزء من قاعدتهم. بيبدأوا يحللوا اللي حصل وهيمج بتقول لهم إن نقاط حركتها هي 9، معنى كده إن المدة الزمنية للاحتلال بتبقى 10 أضعاف نقاط الحركة. لازم نشوف حل في المدة دي. أكوزيكو وقتها بتشغل دماغها وتستخدم مهارات التعديل العددي وبتقدر تقلل المدة ل6 ثواني. أهو كده معقولة شوية. كده كل اللي محتاجينه هو شخص يحميها لحد ما المدة تخلص. بيحللوا في باقي المعلومات وشنهارا بيقول لهم نقاط الحركة بتاعتهم بتقل رقمين وهم جوه منطقتهم، يعني كل ما وسعوا منطقتهم أكتر كل ما هيقدروا يتحركوا بشكل أحسن. بيكملوا استكشاف وشنهارا بيستخدم قدرة بحث وبيحدد مكان القواعد القريبة، واحدة منهم في الشمال والتانية في الشرق، وبعد تفكير بيقرروا إنهم هيتحركوا ناحية الشرق، ولكن قبلها لازم يعرفوا أول إزاي يستخدموا التعويذات. كل واحد فيهم بيجرب وفي خلال كده فجأة بيلاقوا هيمج اختفت، تطلع كانت ورا شنهارا وبتخضهم، ودي بقى كانت تعويذة الاختفاء. هيمج بتقول لهم إن الفترة الزمنية لاستخدام التعويذة كانت 18 ثانية. هيمج نقاط حركتها 9، معنى كده إن المدة الزمنية لاستخدام التعويذة هي ضعفين نقاط الحركة. بيقضوا اليوم الأول كله في الاستكشاف والتحليل، وفي نهايته أكاديمية أوكا بتبقى متصدرة البطولة كأكثر المناطق احتلالا، ولكن طبعا احنا لسه في اليوم الأول. بيقعدوا بعدها ياكلوا، في خلال كده كوساجي بيجي يمسي عليه وبيقول له أخيرا فرصة انتقام وجات له لحد عنده. بيوعده إن هو فريقه هيسحقوا أكاديمية إيمي وتصدروا البطولة ويسيبه ويمشي. وهم قاعدين هيمج بتبدأ تعرفوا على باقي الفرق من مختلف الأكاديميات. من الحي السابع أكاديمية شينرا، في السنة اللي فاتت قدروا يحتلوا المركز الثالث. السنة دي فريقهم كمان أقوى، خصوصا الشخص ده اللي يعتبر أخطر لاعب فيهم، اسمه هو كريجايا تويا. تصنيفه هو 6 نجوم وبيلقبوه بالملك المطلق. اسلوبه عنيف لدرجة في كذا شخص استسلموا وغادروا الجزيرة بعد ما خسروا ضده. الشخص التاني اللي لازم ناخد بالنا منه هي البنت دي، اسمها هو كوروروجي سينري، وتبقى قائدة أكاديمية تسويو للبنات. لو حصل وقابلتها فلازم تهرب بسرعة. بتمتلك قدرة خطيرة بتسمى القتل بضربة واحدة. لو اتحققت الشروط لتنفيذها فوقتها تقدر تتخلص من اللاعبين بضربة واحدة. كوروروجي بتبقى سمعتهم وبتقول لهم مش عيب تتكلموا على حد في ظهره؟ أنا سمعت عنك، بيقولوا إنك بتمتلك قدرة خارقة بتخليك تقدر تعثر على خطط ناجحة ضد أي شخص. اتخرجت من جامعة أمريكية وأنت 5 سنين، وبعدين خدتك منظمة سرية ودربتك لحد ما طورت مهاراتك. طبعا كل ده بيبقى هبل، إشاعات نشرتها الشركة علشان تزود من شعبيته. بتقول له عموما مهما كنت قوي ففريقنا هو اللي هيفوز، وتسيبهم وبتمشي. بيخلصوا أكل بعدها وكل واحد بيروح يرتاح في أوضته، وبالليل شنهارا بيصحى وبيروح يدور على حاجة ياكلها. وفي خلال كده بيقابل بنت صغيرة وبتحاول تجيب شوكولاتة. بيجيب لها واحدة وبيقول لها إيه اللي بتعمليه هنا؟ المفروض إن المكان كله محجوز للبطولة بتاعتنا، وباين من شكلك إنك في إعدادي، يعني أكيد أنت مش مشاركة معانا. بتقول له إن أختها الكبيرة شغالة في منظمة لايبرا وطلبت منها تشارك في البطولة الجانبية اللي شغالة جنب أسترال. بتوري له الكارت اللي معاها وبيبقى مفتاح أوضة، يعني فعلا مش بتكذب. بيبص في عينيها ويلاقي كل واحدة بلون. بتقول له إن ده علشان هي عظيمة، وكمان عينيها اليمين بتقدر تشوف المستقبل. طبعا بتبقى عدسات بس لازم تعيش الدور. شنهارا لسه هيمشي ولكنها بتمسك فيه وبتطلب منه يلعب معاها، وطبعا قدام الوش ده ما يقدرش يرفض. بيفضل يلعب معاها كل الألعاب الموجودة واللي مش موجودة لحد ما بتتعب وبتروح في النوم. بيشيلها وبيرجع بيها على اوضتها وبيلاقي المكان كله عبارة عن بيتزا وشيبسي واخر انحدار. لسه هيمشي ولكن البنت بتقول له انها جعانة وبتطلب منه يعمل لها عشاء. بيخلص اليوم وفي اليوم اللي بعده في البطولة بيتواجهوا مع فريق تاني، ولكن قائد الفريق بيعرض عليهم انهم يشكلوا تحالف مؤقت ويقدروا يحددوا عقوبة لو هم عايزين. شنهارا واللي معاه بتعجبهم الفكرة ولسه هيوافقوا، ولكن في الوقت ده سامية بتتهور وتهاجم واحد فيهم. كلهم بيبقوا متفاجئين من تصرفها، وسامية بتقول لهم ان مفيش وقت للشرح. بتبدأ المعركة بينهم وشينجي بيروح علشان يدعمها، وبكده تكون انهارت المفاوضات. بينتهي اليوم التاني ولحسن الحظ بيكونوا قدروا يفوزوا على الفريق التاني ويحتلوا منطقتهم، ولكن شينجي بيفضل يزعل اسامية لانها اتصرفت من دماغها وهاجمتهم من غير اي خطة. بيقول لها نفس الموضوع ده حصل السنة اللي فاتت، اتصرفت من دماغك وفضلنا نعطل في بعض لحد ما في الاخر خسرنا من فريق اضعف مننا. انا مش مستعد اخسر تاني بسبب غبائك. ولانها بنت بتزعل من كلامه وبتسيبهم وبتمشي، ويبدو كده ان العمل الجماعي مش في افضل حالاته. وفي اليوم اللي بعده بينتشر فيديو اللاعب غريب بيخون فريقه وبيعمل لهم فخ مفاجأة. بيطلع بعدها سيفه وبكل وحشية بيخلص عليهم كلهم. بتتكشف هويته والمفاجأة انه بيطلع شبيه صرصار. بتضحك وبتقول لها وقت اللعب ابتدى. لو المفاجأة الاكبر في نهاية اليوم الثالث شنهارا بيقرر انه ينتحر وبيمسك المسدس وبيخلص على نفسه. ايوه صديقي شنهارا تم استبعاده من البطولة. وبنرجع لبداية اليوم الثالث علشان نعرف ايه اللي حصل. بعد الفيديو اللي انتشر عن شبيه صرصة، شنهارا بيستنتج ان مش بس صرصة اللي هي بتقدر تقلد شكلها، لا دي ممكن تنتحل شخصية اي لاعب وتخدع فريقه. هي مش بتقول لهم علشان كده لازم نفضل دايما قريبين من بعض بحيث ما تقدرش تغفلنا. وبعد تفكير بيتفقوا ان كل اتنين كحد اقصى هيمشوا مع بعض. بيخلصوا فطار وشنهارا بعدها بيروح يلعب مع نفس البنت اللي قابلها امبارح. بيقول لها هو انت ما عندكيش مدرسة؟ بتقول له لا المدرسة مملة وانا ما بحبش الدراسة، انا عايز العب معاكوا بس. وفي خلال كده بتتعب اخيرا من كتر اللعب وبتروح في النوم.
بيروح بعدها يقابل سارسا وبيشرح لها الوضع وبيقول لها انه عنده رهان مع زميله، لو ما خلصش على القائدين اللي فاضلين النهارده هيضطر يبدل منصبه معاه. بتقول له يا نهار اسود، ما احنا كده هنتفضح. بيقول لها علشان كده انا جيت لك، انا عندي خطه هتخلينا نقدر نقلب الموازين وننهي استرال واحنا في القمه. بتبدا الفتره الاولى من اليوم الثالث ونفس الموضوع بيتكرر من تاني. شبيه سارسا بتنتحل شخصيه احد اللاعبين وبتخلص على كل فريقه، وعلى الناحيه الثانيه شينوهارا وفريقه بيكونوا ماشيين مع بعض ولكن اساميا بتبقى سباهم. شينجي وقتها بيفضل يتخانق معاها وبيقول لها انها مستهتره وما بتفكرش في مصلحه الفريق. شينوهارا بيبقى متضايق ولكن مش عارف ايه اللي المفروض يعمله، وفجاه تعويذه الدخان بتشتغل من حواليهم ومحدش فيهم بقى شايف حاجه، كده مش هيعرفوا لو حد فيهم تم استبداله. بيخلص الدخان وشينجي بيبدا يشك في اساميا وبيسالها اشتريت له ايه السنه اللي فاتت في عيد ميلاده. اساميا بتتعصب وبتقول له انت بتشك فيا، ايش ضمني انك ما تبقاش انت المزيف. هما الاثنين بيفضلوا يتخانقوا قدام بعض وشينوهارا في النص مش عارف يعمل حاجه، ولكن من حسن حظهم في اللحظه دي بيرن جرس اللعبه معلنا عن نهايه الفتره الاولى. بتخلص الفتره الاولى واساميا بتقول له انها زهقت من شكوا فيها وما عادش هتكمل، بتقول لهم انها مش هتشارك معاهم وبتسيبهم وبتمشي. ويبدو كده ان شينجي عك الدنيا. شينجي بيقول لهم انا اسف بس في احتمال كبير ان انا كمان ما اقدرش العب النهارده. شينوهارا بيقول له طب والرهان؟ بيقول له خلاص ما عادش فارقلي، من البدايه وانا اصلا ما كنتش مؤهل للمنصب ده، وبيسيبهم وبيمشي. بتبدا الفتره الثانيه وفعلا محدش فيهم بيجي. كده شينوهارا وفريقه هيلعبوا ناقصين اتنين. لقوا الاسوأ ان كايا بتتصل عليه وبتقول له انهم متحاصرين في فريقين بيقربوا منهم من الشمال والجنوب، وقال اغلب واحد منهم هو اللي كان استعمل عليهم تعويذه الدخان، يعني فوق ما هم بيلعبوا ناقصين لازم يواجهوا فريقين في نفس الوقت. شينوهارا بيقول لهم انا عندي خطه ولكن محدش عارف اذا كانت هتنجح ولا لا، وفعلا بعد دقايق بيتحاصروا من الفريقين. ومن حظهم الاسود بتبقى البنت اللي حذروا منها في البدايه كوروروجي سينري، بتقول له يا خساره كان نفسي اواجهك بفريقك كامل مع انك كده كده هتخسر. بيبداوا في تنفيذ خطتهم ويمجي واكازوكي بيقرروا انهم هيتكفلوا بالفريق الثاني. كده شينوهارا بقى لوحده ضد فريق البنات. كوروروجي بتقول له انت اتجننت، استحاله تقدر تفوز علينا لوحدك. شينوهارا بيقول لها انا لوحدي كفايه، وفجاه بيستعمل تعويذه ناريه وبتصيب واحده فيهم. لسه بيستوعبوا ويقوم مكمل بالتعويذه الثانيه والثالثه. البنت نقاط حياتها بتنخفض للصفر وكده اول لاعب طار. كلهم بيبقوا متفاجئين. في الوقت ده هيمجي بتظهر وبيتضح انها كانت بتستعمل مهاره الاختفاء، يعني طول الوقت وهي اللي كانت بتهاجمهم. كوروروجي وقتها بتتعصب وبتستخدم قدرتها لقتل بضربه واحده. هيمجي بتتصدى لها بدراعها ولكن في المقابل نقاط حياتها بتنخفض للواحد، يعني لو ما كانتش استخدمت الدرع كان زمانها ودعت. شينوهارا وقتها بيقرر انه ينسحب وبيبدا يستخدم في تعويذات احتلال في المكان هو بيهرب علشان يخلي المنطقه بتاعتهم. بالطريقه دي هيبقى ليه افضليه في الحركه. كوروروجي بتتعصب من بجاحته وبتبدا تطارده هي وفريقها، ووسط كل ده هيمجي بتقول له انها عندها فكره لو نجحت هتخليهم يتخلصوا من لاعب كمان. وبالفعل هيمجي بتوقف لهم وكوروروجي وقتها بتكرر الموضوع وتستعمل قدرتها مره ثانيه، ولكن المفاجاه القدره بتتفاعل على واحده من فريقها وبيتم استبعادها. هيمجي بتبقى استخدمت مهاره التعديل العددي وبدلت احداثيات موقعها مع زميله كوروروجي في الفريق، وبكده الهجوم اتوجه للمكان الجديد. كل ده حسبته في ثواني معدوده. كده اللاعب الثاني طار. بتكمل المطارده وشينوهارا بيبقى عمال يستعمل في تعويذات احتلال علشان يسهل من حركته، ولكن كوروروجي بتبقى مطمنه، بتقول كده كده كلها مساله وقت ويستهلكوا كل تعويذاتهم. ولكن فجاه واحد من الفخاخ بيتفاعل وكوروروجي بتخسر اللاعب الثالث. كوروروجي مش فاهمه ايه اللي جاب الفخ ده هنا، وطبعا مفيش غيرها صديقي. من البدايه اكيزوكي كانت عماله توزع في الفخاخ وهي بتتظاهر بالهرب، كل ده كان جزء من خطتهم. كوروروجي بتقول له انت زي ما الشائعات بتقول عنك، بس للاسف خطتك فيها عيب قاتل. طول فتره المطارده وانت كنت عمال تستخدم في عدد كبير من التعويذات، وفقا لحساباتي فانت كده استخدمت 35 تعويذه، بمعنى تاني كل تعويذاتك خلصت. شينوهارا بيبقى مصدوم، دي قدرت تحسب كل ده خلال المعركه. هيمجي بتحاول تحميه ولكن في الوقت ده زميلتها بتستخدم قدره عين ميدوسا وبتثبت حركتها. كده نصرنا بقى مضمون. شينوهارا وقتها بيضحك وبيقول لها على فكره مش انت لوحدك اللي كنت بتحسبي، حسب تحليلي فقدرتك بتتطلب مساعده زمايلك اللي في الفريق، مش كده برضه ولا ايه؟ كوروروجي بتقول له انت فاهم غلط، في الحقيقه قدره القتل بضربه واحده تاثيرها بيكون اعلى وانا لوحدي، علشان كده استخدمت قدره تانية وعدلت عليها بحيث ما اقدرش استخدمها غير في وجود حلفاء. بتخلص على زميلتها وبتقول له من البدايه وانا كنت الاقوى ودلوقتي استعد علشان تموت. بتفعل قدرتها وتهاجمه، ولكن المفاجاه شينوهارا بيستخدم تعويذه انتقال وبعدها بيستدعي سيفه وبيهاجمها. كوروروجي بتتصدم، بتقول له ازاي؟ المفروض انك خلصت كل تعويذاتك. شينوهارا بيضحك وبيقول لها مين قال اني كنت بستعمل تعويذه احتلال؟ ده كان خيالك بس مش اكتر، كل اللي عملته اني كنت بستعمل الاجنحه السوداء، قدره كوساجا صديقي اللي شفناها قبل كده واللي بتسمح له يعمل تاثيرات بصريه. شينوهارا كل ده كان عمال يغير في لون المربعات مش اكتر، يعني يا دوب استخدم اي تعويذات. بيستدعي سيفه، ولكن في الوقت ده كوروروجي بتستخدم اخر قدره عندها وتوقف حركته، قدره التدخل الالكتروني. بتقول له علشاني وعلشان فريقي فانا ما ينفعش اخسر هنا، وبتقرر انها تنسحب من المكان. شينوهارا بيبقى مستغرب، لو كانت استخدمت تعويذه هجوم كان زمانها خلصت عليا، ايه اللي خلاها تعمل كده؟ في الوقت ده كيزوكي بترجع وبتقول له انها خلصت على الاثنين التانيين.
سنين. ولكن في حاجه غريبه، بالرغم اننا خلصنا عليهم ولكن منطقه ايمي ما زادتش ولا فراغ لحد دلوقتي. شينوهارا بيبص على الخريطه ويلاقي فعلا منطقتهم زي ما هي. ايه اللي بيحصل هنا؟ بيفكر في حاجه وبعدها بيقول لهم اسمعوني كويس، عايزكم تثقوا فيا وتعملوا اللي هقول لكم عليه. بيقول لهم عن حاجه معينه وبعدها بيمسك المسدس ويخلص على نفسه، وهو ده اللي حصل يا صديقي. بتخلص الفتره الثانيه وشينجي بيعتذر من شينوهارا لانه ما جاش، بيقول له بسبب اتحطيتوا في موقف صعب وكنتوا هتخسروا. شينوهارا بيقول له انا عايز اعرف حاجه واحده، انت فعلا كنت شاكك ان اسامي هي شبيهه ساراسا؟ بيقول له بصراحه لا، انا قلت كده علشان اعصبها، هي اي نعم غبيه ولكنها طيبه وصريحه وما كانتش هتستحمل الشك والضغط، لو كانت كملت كان زمانها انهارت، علشان كده حاولت اعصبها بحيث تسيب اللعبه وتطلع. اسامي بقى بتبقى سمعت كل ده وبتفهم حقيقه اللي حصل. شينوهارا بيقول لهم انا رجعت اللايف بتاعنا ولاحظت حاجه مهمه، الواد اللي اسامي هجمته كان في الاصل بيجهز لتعويذه نار، يعني اصلا كانوا ناويين على الغدر، يعني اسامي عملت الصح. بتقول له انت ما اديتنيش اي فرصه علشان اقول، عموما خلاص كل الكلام ده ما عادش ليه اي فايده. بتقول له ان شينوهارا قتل نفسه وشينجي بيقول له ليه عملت كده؟ معقول علشان تفوز في الرهان؟ بيقول له بصراحه الرهان مش السبب الوحيد، شبيهه ساراسا قلبت البطوله راسا على عقب ودلوقتي بقى عندها جيش كامل تحت سيطرتها، علشان كده كان لازم اخرج عن المألوف. عموما ما تقلقوش كل حاجه ماشيه حسب الخطه. بيجي الليل وشينوهارا وساراسا بيروحوا يقابلوا كذا من الاعلاميه في منظمه لايبرا. شينوهارا بيقول لها جاوبيني بصراحه، في الفيديو اللي انتشر لشبيهه ساراسا وهي بتغدر فريقها كان باين عليك انك متضايقه، ولكن على الرغم من كده اتعمدت انك تطلعيها بصوره البطله، اللي يخليكم تتستروا على واحده زي دي. كذا ما بتقول له انا هقول لكم على كل حاجه. بتبدا تحكي وتقول لهم ان شبيهه ساراسا هي في الاصل لاعبه غير رسميه، مش مسجله ضمن اي اكاديميه وبتستخدم حساب مزيف، في حد من جوه الاداره بيساعدها، علشان كده فهي عندها تحكم كامل في مختلف القدرات والمهارات، ولو هي استمرت في الفوز فوقتها دي هتبقى اكبر فضيحه في تاريخ الاكاديميه. لما عرفت كده حسيت بالمسؤوليه، ولو كنت قلت كانت لايبر هي اللي هتشيل الليله. المفروض ان استرال هو الحدث اللي بيستناه الطلاب كل سنه، كنت بحاول اخليه ممتع وقضيت وقت كبير وانا بخطط ازاي اخليه ينجح، بس انا مش عايزه لايبر تبوظ بسبب غشاش زي دي. بتطلب منهم يساعدوها. شينوهارا بيقول لها انا الاقوى في الاكاديميه حتى لو كانت غشاشه ما يهمنيش. بتاخدهم بعدها على اوضه التنظيم وبتقول لهم ان شبيهه ساراسا بتستخدم قدره اسمها الجيش الموحد، القدره دي بتسمح لها تضم كل الفرق التانيه للجيش بتاعها، في مقابل انهم هيحصلوا على المركز الثاني لو هي فازت، علشان كده فهم عندهم سبب قوي انهم يساعدوها، ومن ضمنهم تبقى كوروروجي، وده يفسر هي ليه قررت تنسحب وقتها في معركتهم، فعلى الاقل هي كده هتضمن المركز الثاني. ومن ضمن الفرق اللي انضموا ليها بيبقى كيراجايا تويا حامل النجم الاسود، وكمان حبيبنا كوزاكي سيران حامل النجم الازرق سابقا، يعني هزيمتها مش هتكون سهله. شينوهارا بيقول لهم لسه عندنا فرصه، شبيهه ساراسا بتمتلك في جيشها اقل من نص الفرق، يعني لو قدرنا نجمع باقي الفرق تحت شعار واحد فوقتها هنقدر نفوز، بس السؤال هو ازاي هنعمل كده؟ شينوهارا بيقول لهم محتاجين نحفزهم، لو انا عملت ريمونتادا ورجعت الاسترال فاكيد ده هيحمسهم كفايه مش كده؟ وبالفعل خطه شينوهارا انه ينضم للعبه الجانبيه اللي شغاله جنب استرال، لو قدر يفوز فيها فوقتها هيحصل على بطاقه دعوه تمكنه انه ينضم لاسترال مره ثانيه. هيميجي بتقول له بكره هو اليوم الرابع، يعني لازم تفوز في البطوله بكره علشان تلحق ترجع قبل ما البطوله تخلص. كازيما بتقول له اسرع طريقه للفوز هي بانك تهزم الزعيم الاخير اللي في اللعبه. الزعيم الاخير يبقى في الاصل لاعب خارجي في المرحله الاعداديه، وايوه صديقي زي ما انت خمنت هي البنت اللي شينوهارا قابلها بالصدفه، شينا تسوموجي. يا محاسن الصدف، هي دي الزعيم الاخير اللي لازم يهزمها. وبالفعل في اليوم اللي بعده شينوهارا بيدخل على البطوله الجانبيه وكازيما بتبقى معاه في صوره حيوانه الاليف علشان تدعمه، بتقول له يبص في جهازه وبتبدا تشرح له نظام اللعبه. اللعبه مكونه من 3 حاجات اساسيه، البطاقات والمهام والعملات المعدنيه. البطاقات هيبقوا مترقمين من 1 ل 9 ومجموعهم بيساوي مستوى حيوانك الاليف. كل لاعب هيبدا ب3 بطاقات من رقم 1 ولازم يحاول يوصلهم لرقم 9. في 5 مراحل للمهام وفي كل مرحله لازم تهزم الحيوان الاليف الخاص بخصمك، وده عن طريق انك تخلي مستوى حيوانك في نفس مستوى حيوان الخصم. يعني من الاخر هي لعبه تطابق ارقام. علشان تزود مستوى بطاقاتك قدامك خيارين، يا ترقيهم ببطاقات دعم يا تبدلهم مع بطاقات غيرك، وطبعا هتدفع عملات معدنيه بالفرق. احنا ما عندناش وقت للترقيه علشان كده هنلجا للتبادل. في الوقت ده بيجي له شخص كده وبيقول له والله واتقابلنا من تاني. شينوهارا بيقول له انت مين؟ والواد ده صديقه هو قائد الفريق اللي كان عايز يعمل معاهم التحالف، انا نفسي ما كنتش فاكره. بتجي له لاعيبه من فريق كوروروجي وتقول له ايه البطاقات اللي انت محتاجها، مستعد ابدل معاك مقابل 100 عمله معدنيه. شينوهارا بيقول لها يا بلاش، بس ايه اللي يخليك تساعديني فجاه؟ بتقول له انت بتحاول تهزم شبيهه ساراسا صح؟ قائدتنا كوروروجي اعتمد عليها ولكنها اضطرت تتحالف معاها بسبب ضعفنا، علشان كده عايزك ترجع لاسترال وتهزمها، بكده كوروروجي اخيرا هتتحرر. بيقول لها انا مش هعمل كده علشانكم، بس بوعدك اني ههزمها. بيبدل معاها البطاقات وبيوصل للمستوى السادس من اول اللعبه، كده لازم يلاقي خصم في نفس مستواه علشان يهزمه وينتقل للمرحله اللي بعدها. بيلاقي فعلا خصم مناسب وبيقرر يتحداه، بيستخدم بطاقات دعمه وبكل سهوله بيقدر يطبق رقمه معاه وبيفوز عليه، كده يكون انهى المرحله
المرحله الاولى وهو لسه واصل، ولكن علشان يتقدم بسرعه هيحتاج للعملات المعدنيه. ساعتها بتيجي في باله فكره مجنونه، بيروح لمتجر الاستبدال وبيقول له انه عايز يستبدل بطاقه رقم ببطاقه عاديه. كل اللاعبين بيتفاجئوا. المنظم بيقول له متاكد؟ بطاقه الرقم هي اهم حاجه في اللعبه. شينوهارا بيقول له اديني الفرق ومالكش دعوه. المنظم بيحسب الفرق وبيطلع 100,000 عمله معدنيه. كلهم بيتفاجئوا. كده حرفيا ما عادش هيواجه اي مشكله في العملات. بيستمر في التقدم مرحله ورا مرحله، وبفضل العملات بيقدر يعوض بطاقه الرقم اللي هو باعها، ولكن محتاج يبدلهم ببطاقات برقم 9 في اسرع وقت. ومن حسن حظه بيقابل 2 صحابه من اكاديميه ايمي وبيوروا له البطاقات اللي معاهم. هما الاثنين بيبقى معاهم بطاقتين برقم 9، بيقولوا له انهم هيبدلوها معاهم من غير اي عملات، فانت الوحيد اللي ممكن تغير مستقبل ايمي لو فزت هنا ورجعت لاسترال. بيبدلها فعلا، وكده رسميا بقى معاه 3 بطاقات 9، فاضل بس انه يهزم الزعيم الاخير. في الوقت ده كاجا بتتصل عليه وبتقول له انها قدرت تخترق النظام، ولكن للاسف مش قادره توصل لمستوى شينا الحقيقي. بتقول له يحاول يكتشف مستواها وهي هتتكفل بالباقي. في الوقت ده الواد اللي مش فاكر اسمه بيبقى قفل بطاقاته وبيتحدى الزعيم الاخير شينا، بيقول له اتفرج وتعلم يا شينوهارا، انا هبقى النجم السابع. بيستخدم مهاره دعم على بطاقاته وبيوصلها الرقم 11. كده حيوانه الاليف هيبقى مجموعهم وهو 33، ولكن شينا بتقول له غلطان، الحيوان بتاعي مش ضعيف للدرجه دي، بس ازاي واقصى رقم هو 33؟ بتؤمر حيوانها يخلص عليه واللعبه بتنتهي بفوز الزعيم. كده الدور على شينوهارا. بيوصل لمكان التحدي وشينا بتبقى متحمسه وبتقول انها متاكده انه مش هيقدر يفوز عليها. شينوهارا بتستغرب ويقول دي مجرد لعبه ارقام، ايه اللي يخليها واثقه للدرجه دي انها مش هتخسر؟ بيفكر وبيقول لها مفيش غير احتمال واحد بس، مستواكي بالسالب مش كده؟ شينا بتتفاجئ وبتقول له صح، مستوايا هو سالب 99، رقم استحاله حد يقدر يوصل له، وهو ده بقى اللي كان مخليها واثقه انها هتفوز. لكن اللي هي ما تعرفوش ان بطلنا اكبر غشاش في الدنيا. كده كاجا عرفت مستواها. بتبدا اللعبه وكاجا بتتلعب في مستواها وتخليه 30 زي شينوهارا، وبما انهم هما الاثنين في نفس المستوى فالمتحدي هو الكسبان. الفايز في اللعبه هو شينوهارا هيروتو. شينا بتبقى مبسوطه وبتقول له عاش، ما توقعتش ان في حد هيعرف يخسرني، انت فعلا جامد. ولكن في الوقت ده تعبير شينوهارا بتتغير وبيقول لها جاوبيني بصراحه، انت هي شبيهه ساراسا مش كده؟ والمفاجاه انها بتقول له انا هي شبيهه ساراسا. يا حلاوه، يعني هي اللي كانت عامله القلق ده كله. بتقول له عاش انك اكتشفتني، بس من هنا ورايح هيبدا الجد، المره الجايه هنتنافس في استرال. وبعد انتهاء اللعبه شينوهارا بياخد بعضه وبيروح على اوضه التنظيم، ومن حسن حظه البطوله بتبقى لسه ما انتهتش. بيمسك المايك وبيقول لهم معاكم الاقوى في الاكاديميه، اسرع شخص يوصل لل7 نجوم. كلهم بيبقوا متفاجئين. شينوهارا بيقول لهم انه فاز في البطوله الجانبيه ورجع لهم من جديد. بيقرر يستغل الموضوع وبينفذ خطته. بيقول لهم انا اكتشفت حاجه، شبيهه ساراسا مش لعبه حقيقيه ولا حاجه، دي مجرد شخصيه وهميه اتحطت علشان تزود من متعه اللعبه. كل لاعب فيكم يبقى من اقوى اللاعبين في الاكاديميه بتاعته. معقول هتخلوا شخصيه وهميه تفوز عليكم؟ عن نفسي فانا مش موافق، لو كلنا اتحالفنا مع بعض فوقتها هنقدر نسبقها، والقائد بتاعكم هيبقى النجم السابع بنفسه. قلتوا ايه؟ وبالفعل الكلام ده بيحفزهم، وعدد كبير من الفرق بيقرروا انهم يتحالفوا معاه. المناطق بتاعتهم بتتضمن منطقه ايمي، وكده هيبقى عملوا ريمونتادا. شينوهارا بيقول لهم عظمه، دلوقتي ايه جوات الهجوم؟ بيستخدم بعدها بطاقه الدعوه وبيرجع لاسترال بكل شياكه. حمد لله على السلامه. بيبداوا يراجعوا الوضع، وهيمجي بتقول لهم بعد ما اقنعنا باقي الفرق تنضم لينا فحاليا بقى معانا في جيشنا 20 لاعب، في حين ان شبيهه ساراسا بتمتلك 14 لاعب بس. من الناحيه العدديه فاحنا عندنا لعيبه اكتر منهم، ولكن على الناحيه الثانيه فهم بيتفوقوا علينا في القوه الفرديه. فعندك كوروروجي لوحدها في قوه فريق كامل. شينوهارا بيقول لهم ومش بس كده، شبيهه ساراسا بتستخدم طرق غير قانونيه علشان تعدل في اي حاجه تعوزها. عدلت قدراتها بحيث تكون في اقصى مستوى انقاذ حياتها هي 999، يعني تقريبا لا تقهر. ولكن في طريقه واحده بس علشان نهزمها، قدره القتل بضربه واحده اللي بتمتلكها كوروروجي. حتى لو نقاط حياتها 999 فبالقدره دي ممكن نهزمها. بمعنى تاني لو قدرنا نهزم كوروروجي ونتكلم معاها ممكن وقتها نقنعها انها تساعدنا. بيحطوا خطه علشان يواجهوهم، وبيطلبوا من شينجي انه يحاول يضم المنطقه اللي حواليهم، وبكده ده يديهم افضليه في التحرك. في الوقت ده شينوهارا هيلعب دور الطعم ويستدرج العدو لحد ما شينجي يخلص، وبالفعل بيعتمدوا الخطه وكل واحد فيهم بيتحرك في مهمته. وفي نفس الوقت ده جيش التحالف اللي شينوهارا عمله بيعلنوا الحرب على الجيش الموحد وبيحاولوا يحاصروه من جميع الاتجاهات. والمواجهات بتبقى كالاتي: فريق ساراسا هيواجه شبيهه ساراسا، كوساجي وتويا هيواجهوا اعضاء من جيش التحالف، واخيرا فريق شينوهارا هيواجه كوروروجي. يا ترى مين اللي هيفوز؟ وعند شينوهارا شينجي بيكون انتهى من مهمته والمنطقه من حواليهم بتتضم ليهم. بتبدا المعركه ما بينهم وكل واحد فيهم بيبقى عايز يخلص على النجم السابع. في الوقت ده شينجي واكيزوكي بيرجعوا بيغفلوهم من ظهرهم. اسامي بتنقض على باقي اللعيبه وبتخلص عليهم. كده ما تبقاش غير كوروروجي وواحده معاها. كوروروجي وقتها بتبدا تستعمل قدرتها وبضربه واحده بتخلص على اول واحد. اسامي وقتها بتقرر تهاجمها وشينجي بيدعمها من بعيد. كوروروجي بتستخدم قدرتها على اسامي ولكن شينجي بيفاجئها وبيلغيها بقدره مساعده. في اللحظه دي اسامي بتستغل
بتستغل الفرصه وبتفعل اقوى قدره عندها وتتغلب عليها. فريق شينوهارا هو الكسبان. بيقعدوا بعدها يتكلموا معاها وشينوهارا بيقول لها انا التقيت بواحده من فريق لما كنت في البطوله الجانبيه. اعضاء فريق كانوا متعصبين لانك اضطريت تنضم لجيش شبيه ساراسا قبل حتى ما المعركه تخلص. لو مش حابه تخيب املهم اكتر من كده فانا محتاج منك خدمه. وعلى الناحيه الثانيه فريق ساراسا كان تم ابادته بالكامل ويا دوب بتحاول تماطل عما شينوهارا يبعت لها الدعم. نرجع لبطلنا شينوهارا واخيرا بيتواجهوا مع الثلاثي الاقوى في الجيش الموحد، حامل النجم الاسود كيرجايا تويا وكوساجي صاحب النجم الازرق سابقا، والبنت دي واللي بتدعى شيزوكو. تويا بيقول له احنا جايين لنا اوامر اننا نخلص عليك ونتاكد انك ما ترجعش تاني. شينوهارا وقتها بيتاكد ان هو كمان شغال عند كوراهاشي. بيبدا الالتحام بينهم وتويا بيستخدم اول قدراته التطوير المعقد. القدره دي بتسمح له انه يدمج تعويذتين واكتر مع بعض وتحولها لتعويذه واحده قويه. بيكون سيف عملاق وبيهاجمهم كلهم بيه. شينوهارا بيبقى منبهر ولكن مش وقت انبهار، محتاجين نحط خطه بسرعه علشان نقلب الموازين. شينجي بيفهمه وبيقول له انه هيكسب له شويه وقت عما يلاقي هو حل للي هم فيه. بيبدا يتقاتل مع تويا. شينوهارا وقتها بتجيله فكره، بيستخدم القدره اللي هيمشي كانت مخبياها وبيسرق من تويا التطوير المعقد. بيستخدم السيف بتاعه وبيرد لهم الهجمه، ولكن شيزوكو بتتفاداها وبتقول له مفيش فايده، انا شفت الهجمه دي قبل كده. اساميا بتحاول تهاجمها وبرضه بتتصدى ليها، بتقول لها مستحيل تقدري تهزميني، انا بقدر اتفادى اي هجوم شفته قبل كده. شينوهارا بيقول لها انت ناسي حاجه مهمه، حتى لو نفس القدره فالقوه بتختلف بين نجم سادس ونجم سابع. وفجاه تعويذه خفيه بتتفعل وبتخلص عليها. شينوهارا بيقول لهم اللي انتوا ما تعرفوش اني اضفت تعويذه الاختفاء على السيف بتاعك، مش انت لوحدك اللي بتعرف تستخدم التطوير المعقد. طبعا كل ده كذب والشركه هي اللي عملت كده. تويا بيقول له عجبتني، بس لو فاكر ان دي كل حاجه عندي تبقى غلطان، دلوقتي هيبدا الجد. بيستخدم قدرته الثانيه وبيقلب على السيئه فكرته. قدرته الثانيه هي السيف المزدوج، بتسمح له يستعمل سيفين في نفس الوقت، بينقض عليهم هما الاثنين وبكل سهوله بيخلص على اساميا وشينجي. بيضحك وبيقول له كده 2 طاروا، ده غير انك خلصت كل التعويذات اللي معاك، مش كده برضه ولا ايه؟ انت خلاص انتهيت. بيهاجموا ولكن اكوزيكو وقتها بتضحي بنفسها وبتحاول تتصدى له، ولكن في ثواني بيستخدم نفس المهاره وبيخلص عليها احسن برضه. ولكن المفاجاه ان البنت طلعت مفيده وكانت مجهزه له فخ بيتفعل بمجرد ما تموت. بيقرر وقتها اخيرا انه يستعمل اخر قدراته، درع الحمايه واللي بيتخلص من كل الهجمات اللي هو ما يقدرش يصدها، وكده بقى حرفيا لا يقهر. ولكن شينوهارا وقتها بيضحك وبيقول له كده 3 يا صاحبي، كده انت استخدمت كل قدراتك ال3. تويا بيقول له ايه يعني؟ طول ما انا جوه الحاجز محدش هيقدر يهاجمني. ولكن المفاجاه فجاه تعويذه نار بتتضرب عليه وبتخترق درعه. كوساجي فاجئ الكل وطلع خاين. بيبدا يضحك وبيقول له انت عبيط، انا هو المعجب رقم 1 بسايونجي ساراسا. استحاله طبعا كنت اوافق ان حد تاني يقلد شكلها من البدايه وانا اصلا ما كنتش معاكم. وهو ده صديق الشخص اللي شينوهارا اتصل بيه في بدايه البطوله. بصراحه ما توقعتش انه هيبقى مفيد في الاخر. تويا وقتها بيقرر ينسحب من الجيش الموحد علشان يحافظ على مركزه، ولكن وقبل ما يموت بيطلع مسدس من معاه وبيضرب على شينوهارا. هيميجي وقتها بتاخد الضربه ونقاط حياتها هي كمان بتنخفض للصفر. يا ابن الرخمه. وساجي بيقول له كده ما فضلش غيرك. تويا ادرك في النهايه ان كوراهاشي كده مصيره يتفضح، علشان كده قرر ينسحب من الجيش الموحد في اخر لحظه. لو ما كانش عمل كده كان هيتم اعتباره متواطئ وهيتم استبعاده من البطوله، وشكل كده انا كمان هعمل نفس الحاجه. بيطلع المسدس من معاه وبيقول له اشوفك بعدين، وبيخلص على نفسه. مش هنسى تضحيتك دي. نرجع بقى صديقة ساراسا اللي بتبقى عماله تتقاتل مع شبيهتها وبتحاول تكسب وقت. في الوقت ده اخيرا كوروروجي بتوصل وعلى غفله بتستخدم قدره القتل بضربه واحده وبتهاجمها. ولكن هل بكده خلص الموضوع؟ فجاه كوروروجي بتضرب عليها نار ونقاط حياتها بتنخفض للصفر. شبيهة ساراسا لسه عايشه، حتى القتل بضربه واحده ما نفعتش معاها. بتقول لها حد يغدر حد كده؟ بتستدعي سلاحها وبتقول لها دلوقتي اخيرا هنعرف مين الفايز. لسه هتخلص عليها ولكن من حسن حظها جرس النهايه بيرن معلنا عن نهايه اليوم الرابع. يا بنت المحظوظه. وبكده صديقي ما يبقاش متبقي في البطوله غير 3 ناجين بس. الاول هو شينوهارا، الثاني هي ساراسا، واخيرا شبيهة ساراسا. وبكده ينتهي اخيرا اليوم الرابع ويكون عدد اللاعبين المتبقيين هم 3. كل حاجه هتنتهي بكره. بيجي الليل وهما الاثنين بيقعدوا يفكروا في اللي المفروض يعملوه. بيستدعي بعدها باقي الفريق وبيبدا يتكلم معاهم. بيقول لهم بعد اللي حصل في معركتنا مع شبيهة ساراسا استنتجت حاجه، الا وهي ان من المستحيل اننا نقدر نتغلب عليها في معركه وجها لوجه. علشان كده الحل هو اننا نغير ساحه المعركه، بمعنى تاني نتحداها في لعبه تانيه جوه استرال ونهزمها فيها. بيقولوا له بس ازاي هنخليها توافق على كده؟ شبيهة ساراسا بالفعل استولت على معظم
معظم المناطق، يعني حتى لو ما عملتش اي حاجه ففوزها مضمون. إيه اللي يخليها تخاطر؟ شينوهارا بيقول لهم كل حاجه محسوبه، لو سمعتوا كلامي فبكره هنقدر نهزم كل من شينا وكمان كوروهاشي، ولكن محتاج منكم تثقوا فيا. وبالفعل بيخلص الاجتماع وفي طريقه بيقابل شينا، وبكل براءه بتطلب منه يلعب معاها. بيقعدوا فعلا يلعبوا وشينوهارا بيبقى مستغرب، بيقولها كانها عامله حاجه. بيقول لها انت متاكده انك شبيهه ساراسا؟ اساسا ايه اللي وراتك يا بنت في كل ده؟ بتبدا تحكي له وتقول له انها طول عمرها ما كانتش بتحب المدرسه، علشان كده كانت دايما بتفضل في البيت وتقضيها العاب، لحد ما اخيرا بقت في اعدادي وخلاص كلها سنه ومش هتبقى مضطره تروح على المدرسه مره تانية. ولكن وقتها اكتشفت انها لو ما دخلتش سنه ومش هتقدر تنافس في العاب النجوم، وعلشان اللعبه ما تفوتهاش عدلت في جهازها ونزلت برنامج خاص يسمح لها انها تشارك كلاعبه غير رسميه، وبالطريقه دي صنعت اول حساب مزيف في تاريخ الاكاديميه. كل ده وهي في اعدادي. شينوهارا بيبقى متفاجئ وبيفهم انها عبيطه وعملت كل ده علشان تلعب مش اكتر. بتقول له بعد ما عملت كده جات لي رساله من شخص بيدعى كوروهاشي ميكادو، بيقول لي فيها انه عايزنا نضم الفريق وانه عايز يستفيد من مواهبي. الموضوع كان باين عليه ممتع ولعبه جامده علشان كده وافقت. من بعدها هو استدعاني على استرال واداني نجمه خاصه بتسمح لي اغير شكلي لاي لاعب، وفي المقابل طلب مني ابعت لكم فيديو واتحدى في الامبراطوره سانجي ساراسا. وبس كده يا عم، هو ده اللي حصل. يا بنت العبيطه، البنت مفكره الموضوع لعبه كبيره يا صديقي، وكالعاده بعد كل اللعب والكلام ده بتتعب وبتروح في النوم. شينوهارا بيفهم اللي فيها وبيعرف وقتها ايه اللي المفروض يعمله، وبالفعل بيجي اليوم الخامس واخر 3 لاعبين بيتجمعوا مع بعض. شينوهارا بيبدا في تنفيذ الخطه وبيقول لها ايه رايك ترجعي لشكلك الاصلي وحتى الناس كلها تعرف انك اقوى لاعبه في البطوله. وفعلا بيعجبها الموضوع وبترجع لشكلها. بيقول لها حلو، دلوقتي تعالي نراجع الاتفاق بتاعنا. قبل ما الحدث ده يبدا اتفقت مع ساراسا ان اللي هتفوز عليا هتبقى هي الامبراطوره الحقيقيه، وفي حاله لو محدش فيكم فاز فوقتها يحق لي ان اختار الفايز ما بينكم. بمعنى تاني معركتنا في استرال مش مهمه، فاي نعم انت بتمتلك اغلب المناطق واعلى ليفل واقوى قدرات ونقاط حياتك 999، بس كل ده مش مهم. ايه المهم انك تفوز عليا، يعني لو انا هربت من هنا وانت ما عرفتش تهزميني فوقتها هتبقى انت الخسرانه. وفعلا صديقي شينا بتقتنع وبتقول له لا انا لازم افوز عليك. بيقول لها وانا عندي الحل، ايه رايك نلعب لعبه جديده بدل اللعبه دي والفايز فيها هو اللي هياخد كل حاجه. اللعبه بتدعى كروس بورد، لعبه بتعتمد على الادوار وشغاله بنفس نظام استرال. لو عرفت تهزميني فيها فوقتها هتفوزي باسترال وكمان تحصلي على لقب الامبراطوره. اخيرا يا شينا جات لك الفرصه علشان تلعبي لعبه النجوم اللي كان نفسك تلعبيها. لو ايه هتلعبها ضد النجم السابع بنفسه وكمان ضد الامبراطوره صاحبه ال6 نجوم. الفرصه دي مش هتتكرر مره تانية. وفعلا صديقه العبيطه بتتحمس وبتقول له طبعا موافقه، انا اللي هفوز في اللعبه دي. في الوقت ده المكان من حواليهم بيبدا يتغير وبيتم تجهيز اللعبه. اللعبه صديقه هتبقى بنفس نظام استرال، ولكن كل المساحات هتبقى مضغوطه في 100 مربع على الرقعه. في حاله لو خسرت كل مناطقك وتم احتلال القاعده الرئيسيه فوقتها هتخسر اللعبه. اللعبه مدموجه مع استرال، بمعنى ان كل حاجه هتحصل في اللعبه هيتم تطبيقها على ساحه استرال. اللعبه بنظام الادوار وكل دور في امر رئيسي وامر فرعي. الامر الرئيسي يا اما تختار احتلال يا اما تختار تجاوز. الاحتلال بيسمح لك تحتل مربع واحد على الرقعه بشرط انها تكون لازقه في المنطقه بتاعتك، والتجاوز انك تختار انك ما تعملش حاجه وتكمل للمربع اللي بعده. اما الامر الفرعي فده تقدر تختار من 3. الاول هو التحليل، وده بيسمح لك تتاكد اذا كان المربع ده هو القاعده الرئيسيه للخصم ولا لا. الثاني هو الانتقال، وده بيسمح لك تنقل القاعده الرئيسيه. واخيرا التعطيل، وده بيمنع خصمك من انه يعرف مكان قاعدتك الرئيسيه. وبس كده، هي دي كانت كل حاجه. وبالفعل بيبدا الدور من عند شينا، وطبعا بتختار الامر الرئيسي احتلال. بتحتل مربع من منطقه شينوهارا، ومن حسن حظ ما بيكونش القاعده الرئيسيه. بتختار بعدها الجامعه وبتجربها على منطقه ساراسا، ولكن ما بتطلعش القاعده الرئيسيه. بيخلص دورها وبيجي الدور على شينوهارا، ولكن المفاجاه انه بيختار التجاوز. هما الاثنين بيتفاجئوا. شينوهارا مش بتبقي له اساسا غير المربعين دول. الطبيعي انه يختار احتلال علشان يكبر منطقته في اسرع وقت. بيختار بعدها التعطيل، وساراسا وقتها بتفهم خطته. كده ما عادش حد فيهم هيقدر يهاجم شينوهارا، والسبب في كده ان شينوهارا ما عندوش غير المنطقتين دول، ومحدش يعرف انهي واحده هي القاعده الرئيسيه. بمعنى تاني لو واحده فيهم احتلت منطقه منهم وما طلعتش هي القاعده الرئيسيه فده هيكون معناه فوز الطرف التاني. يعني من الاخر كل واحده فيهم هتمتنع عن انها تهاجمه علشان ما تخاطرش بانها تكسب التانيه. بالعكس ده كل واحده فيهم هتحاول تحميه من التانيه. يا ابن اللعيبه، بيجي الدور على ساراسا وهي كمان بتستخدم التجاوز وبعدها التعطيل. بيجي الدور على شينا وبتبدا تفكر، ولكن في الوقت ده فجاه مناطق ساراسا بتبدا تحتل ولونها بيتحول للون الرمادي. شينا نفسها بتتفاجئ، بتقول لهم انا لسه ما عملتش حاجه. شينوهارا وقتها بيستنتج ان اكيد ده من فعل كوروهاشي.
كوراهاشي بدأ يغش وبيستعمل قدرة غير قانونية. لو استمر على كده فكده كل المناطق هيتم احتلالها. ولكن تفتكر ان شينوهارا هيخسر بالسهولة دي؟ بيجي الدور عليه وفجأة مناطق شينا بتبدأ تحتل من قبل شينوهارا. اسامي بتبقى عمالة تقتل وتحتل في المناطق واحدة ورا التانية، وشينجي من بره بيوجهها وبيديها المعلومات. كوراهاشي بيبقى عمال بيتفرج وهيتجنن، ازاي اسامي لسه عايشة وتوقع بنفسه خلص عليهم. بيرجع الفيديو وبيتضح ان شينجي على اخر لحظة استخدم قدرة مساعدة ونقل الهجوم كله لنفسه، ومن بعدها اسامي استخدمت قدرة الاختفاء وتظاهرت بانها ماتت. يعني من البداية كل ده كانت خطة منه. كوراهاشي بيتعصب اكتر وبيقرر يستخدم اخر كارت ليه. بيتصل على تويا وبيقول له انه هيرجع له البطولة علشان يخلص عليهم، ولكن تويا بيرفض وبيقول له شينوهارا بيقدر يقرأ كل خططك العبيطة، وانا مش غبي علشان اخش لعبة ما اقدرش افوز فيها. شخص زيك ما يقدرش يفوز على نجم سابع، وبيقفل في وشه. اخيرا عمل حاجة حلوة. نرجع بقى للعبة، والمناطق بين شينوهارا وشينا بقت تقريبا متساوية. في الوقت ده كوراهاشي بيبدأ يتحكم في شينا وبيخليها تدوس على المربعات، وبمجرد ما بتعمل كده لونها بيتغير وبتتحول لمنطقتها. بس هي دي اللحظة اللي شينوهارا كان مستنيها. بيجي الدور عليه وبيفعل قدرة تعقب وبيحدد مكانه. بيتصل عليه وبيقول له خليك هادي واستسلم من سكات، انت خلاص خسرت. وفجأة بيلاقي هيمجي داخله عليه ومعاها كوروروجي وكل اللاعبين اللي شبيه سراسة خسرتهم بالغش. بيثبتوه، هيمجي بتتحكم في شينا وبتخليها تسلم كل منطقتها لمنطقة شينوهارا. ايوه صديقي، الفائز في اللعبة دي والبطولة كلها هو شينوهارا هيرتو. شينا وقتها اخيرا بتستوعب كل اللي حصل وبتحس انها عملت حاجات كتيرة غلط. كازامي بتوصل وبتقول لها عايز اعرف حاجة واحدة، ايه رايك في استرال؟ يا ترى كانت ممتعة ولا كانت مملة بالنسبة لك؟ شينا بتقول لها دي كانت احسن حاجة انا لعبتها في حياتي، ومش بس هي البطولة الجانبية وحتى لعبة كروس بورد كلهم كانوا ممتعين، يا ريت لو كنت اقدر العبهم للابد. كازامي بتفرح وبتقول لها انا قضيت كل الوقت ده وانا بحاول اخليها ممتعة للكل، وبما ان ده احساسك فانا خلاص راضي عن النتيجة. وبكده تكون انتهت البطولة بفوز اكاديمية ايمي من المركز الاول واحتلالها لجميع المناطق. ساراسا هي كمان بتبقى قدرت تنقذ قاعدتها الرئيسية وبتقول له مش عايز تاخد كل حاجة لوحدك، وبكده المركز الثاني يبقى من نصيب اكاديمية اوكا. بيرجع بعدها للفريق بتاعه كلهم بيبقوا فخورين بيه وبالانجاز اللي هو حققه. وبكده يا صديقي الموضوع اللي كله ابتدى بكذبة كبر وغير معاه حاجات كتير، وهتستمر الكذبة دي لحد ما بطلنا يحقق هدفه ويلاقي البنت اللي هو بيدور عليها. في عالم مليء بالتصنيفات، يا ترى ايه التصنيف اللي هيبقى من نصيب شينوهارا؟ او ده اللي احنا هنعرفه في الموسم الجاي من الحكاية. وبس كده لحد هنا بيكون انتهى الفيديو وانتهت مع حكاية شينوهارا. لحد دلوقتي الانمي لسه منزلش منه اي مواسم جديدة، ولكن اتأكدوا ان بمجرد ما ينزل موسم جديد هنكون اول ناس نلخصه. فكالعادة لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك بتاعك وشاركونا كل آراءكم في الكومنتات. نتقابل على خير في فيديو جديد، وبس كده سلام.